بالمقبرة والدنيا تمطر كانت أكو جنازة. القسيس دا يقرأ التأبين بصوت ناصي. اجتمعنا اليوم حتى نودع هاي الأخت العزيزة، عسى روحها ترتاح بمملكة النور. مايكلا كانت تباوع للناس اللي تبكي وتلطم، وحست الموضوع يضحك. معقولة هالغرباء يبكون بهالقهر؟ خلصت الجنازة ومباشرة أخذوا مايكلا للمكتب. أوف، زين منك عرفتي طريق الرجعة، رغم أمك من كانت مريضة حتى ما كلفتي نفسك تجين تشوفينها. مايكلا ما كان إلها خلق هاللغوة وسألته قبل شرايد مني. جون ضحك باستهزاء. بعدك وقحة، مو غريبة زوجك شمرك وما يريدك، سمعت حتى متقرب لك من تزوجته صح؟ مايكلا كتمت عصبيتها وقالت له هذا الشي ما يخصك يا زوج أمي. منو يصدق هذا السكير اللي ريحته كلها شرب هو زوج أمها جون ستانلي. أبوها الحقيقي مات فجأة بذاك الوقت، وأمها كانت مرة بسيطة وضعيفة، وبسهولة وقعت بفخ هذا الرجال. أمها انخدعت بمظهر جون، عبالها لقت السند اللي راح تعتمد عليه طول عمرها. بس منو كان يتوقع؟ حبر عقد الزواج بعد ما ناشف، وهذا الرجال طلع على حقيقته، ومنه بدأ الكابوس. جون مو بس باق كل أملاك العائلة، لا، كان نازل بيهم دك وضرب على الطالعة والنازلة. والأم المسكينة على مود اللي تسميه حب غلست عن عذاب بتها، لحد ما اجى ذاك اليوم. جون أخذ أخوها وطلع، ومن رجع وحده، وما حد عرف أخوها وين راح. الأم انهارت تماما من خسارتها لابنها، وكظتها نايمة بالفراش طول اليوم مثل الوردة الذبلانة. بيومها جون كان كلش معصب وركع الكوب بالقاع. لعنة الله، ما كان لازم أنطي هاي القاع كمهر من البداية. منو كان يتوقع هاي الخرابة بيها معادن جوه؟ هذه الزواجة ما اجى من وراها بس الفكر، صفقة خسرانة من كل الجهات. مايكلا كانت تباوع على هذا الرجال الطماع، ولعبت نفسها منه. بعيونه أرواح الناس مجرد بضاعة تنباع وتنشري. نرجع بالزمن سنتين لورا. لا، أني أرفض. جون بذاك الوقت انصدم، ما كان متوقع هاي البنية اللي مثل قطعة الشطرنج الوطيعة تتجرأ وتحكي هيج قدام الكل. مايكلا أخذت نفس عميق وكالتها وهي ترجف، ما أريد أتزوج. جون ضحك باستهزاء وقال رأيك ما يهم أصلا، مدام أكو واحد مستعد ياخذ قطعة القاع التعبانة هاي أقدر أبيعك بسعر زين. والأهم من هذا، الإمبراطور نيكولاس بنفسه طلب إيدك اليوم وأني وافقت، والموضوع ما بي أي نقاش، زواج ملكي. مايكلا كانت دايخة ومصدومة، ما توقعت طمع زوج أمها يوصل لهالمواصيل. صرخت بعصبية لا، ما تقدر تجبرني أتزوج، بالعرس القسيس راح يسألني إذا قابلة لو لا، ومستحيل أوافق. وجه جون صار أسود من العصبية، وبهاللحظة مايكلا استوعبت إنها سوت غلطة عمرها، لأن بالنسبة لجون اللي رايد يوصل للسلطة هذا الزواج هو فرصته الوحيدة، وأي واحد يوقف بطريقة راح ينهيه. صاح على رئيس الخدم احبسوا مايكلا بغرفة العزل، يلا امشوا. جون هالمرة كان ناوي عشر، لا تنطوها لا أكل ولا مي، وأي واحد يتجرأ يتعاطف وياها راح يشوف شي ما يعجبه. بغرفة الحبس الظلمة بس صوت الدادة كان ينسمع وهي تبكي، يا بنتي راح تموتين إذا بقيتي هيج. مايكلا كانت مسندة روحها على الحائط بتعب، وبعدها تحاول تواسي الدادة، لا تخافين ما راح يخليني أموت من الجوع صدق، بس أكثر شي كان كاسر قلبها هي أمها. أمي تدري باللي دا يصير؟ صفنت شوية وضحكت باستهزاء ويروحها، إي أصلا ما يهمها. الدادة وهي ترجف أنطتها خبر يكسر الظهر، بنتي لازم تتهيئين نفسيا، العرس راح يبدي. كلمة العرس رنت بأذنها مثل الرعد. مايكلا انصدمت وكفت بمكانها. انفتح باب غرفة الحبس أخيرا، وجوني باوعها بشوفة نفس. مايكلا المفروض هسه استوعبتي الموضوع مو؟ أحسن لك تكونين راجعتي حساباتك بهالفترة، لازم تكونين ممنونة، بالنهاية راح تناسبين العائلة المالكة، وهاي هدية عظيمة مني كأب. بس مايكلا كان عندها جواب واحد، لا أرفض. الابتسامة جمدت على وجه جون، ما صدق اللي سمعه. شنو؟ مايكلا باوعت بعينه وعادتها كلمة كلمة، أرفض ومستحيل أتزوج. عيون جون صارت عبارة عن شر وقال بما أنه الكلام الطيب ما يفيد وياك، لعد ماكو غير بوكسيات تخليك تمشين على الصراط المستقيم. وفعلا بذاك اليوم مايكلا انضربت لحد ما شافت الموت بعينها. وبدأ عرسها. جون كان قاسي بشكل مو طبيعي، كل ضربة صوت تنزل عليها كانت كفيلة تنهي حياتها، بس كل ما زاد بالضرب مايكلا كانت تعاند أكثر، صاكة على سنونها وما نطقت بحياف واحد. جون ضحك بخباثة من شاف عنادها، بعدك مكابرة، لعد الضربة الجاية راح تكون من نصيب أمك المريضة. هالجملة فلشت كل دفاعات مايكلا، تدري أمها ضعيفة وما تتحمل هالعذاب أبدا، وحتى لو هاي المرة ولا يوم بحضنتها. ما تقدر توقف وتتفرج على أمها تموت، وحتى تنقذ حياة أمها مايكلا انجبرت تتنازل. يتغير المشهد بالكنيسة الفخمة. أجراس العرس الدك، ليون دفع الباب ودخل وهدومه كلها تراب، واعتذر للكاردينال، المعذرة توني راجع من الحرب. وهيك تزوجت مايكلا قدام الناس. هذا عرس ملكي أسطوري ماكو منه، بس ما حد يدري إن جوا هاي البدلة المنفوشة جسم مايكلا كله مزورق من الضرب. والمضحك بالموضوع إن الرجال اللي واقف بصفها ما انتبه لأي شيء من بداية العرس لنهايته، ولا حتى كلف نفسه يباوع بوجه مايكلا. هي كانت يادوب فاتحة عيونها تباوع على هالطول والهيبة اللي قدامها،
ليون غرافنجيليك، الرجال اللي صار زوجها. بهذه القارة الموحدة إمبراطورية أفيلا والعائلة المالكة حكموا بأمان لمئات السنين، وبقوتهم الجبارة سيطروا على كل المناطق الصغيرة الداير مدايرهم وحتى الحدود الشمالية البعيدة. الكل عبال الحياة راح تبقى هيج هادية، بس منو كان يتوقع يطلع عدو قوي بنص الطريق؟ حرب الحدود قامت تحمى، وبهاللحظة بالذات القاع الشمالية الخرابة اللي ما حد كان بحالها طلعت هي مفتاح بقاء الإمبراطورية، وصاحب هالقاع صار فجأة بالواجهة. بس المشكلة وين؟ هالقاع كانت ورث من عائلة مايكلا، وش قد ما العائلة المالكة كانت طمعانة بيها ما يقدرون يمدون إيدهم وياخذوها كوة. الطريقة الوحيدة كانت إنهم ياخذوها بالزواج. فمباشرة الإمبراطور انطى أمر لأخوه ليون إنه هو اللي يتكفل بهالزواج السياسية. ليون ما يهمه منو العروس، بالنسبة إلى هاي مجرد مهمة انطوها إياها العائلة المالكة. العرس كان مجرد إسقاط فرض، واثنينهم أصلاً ما شايفين بعض قبل، وهيك انحسب مصيرها. بس خلصت المراسم، ليون صعد مايكلا بالعربانة، وبنفس الليلة دزها لأبعد مكان بالمقاطعة. هذا مو زواج، هذا نفي للحدود. الأمور بدت تخرب من يوم هالعرس، وكل شي داير مدايرها كانت تفوح من ليحة الشر. مايكلا انتبهت إن زوج أمها المغرور جون كبران حيل بالفترة الأخيرة، وشكله صاير تعبان جنة شبح. وبوقتها إجا جون ونص صوته وكال: بعدك ما سمعتي؟ أندرسون والبقية كلهم ماتوا. مايكلا جمدت بمكانها: شنو؟ كلهم ماتوا؟ جون كمل وهو يضحك باستهزاء: واحد ورا الثاني، كلهم ماتوا بحوادث مو مرض. تدرين بهذا اللي اسمه أندرسون؟ قبل كان معتمد على نفوذ عائلته وقوتهم، ودوم يتفنن شلون يتنمر ويأذي مايكلا. كل هذولي اللي عذبوها ماتوا بفترة كلش قصيرة. هذه حوبة لو أكو واحد دا يصفي حساباتها من وراء ظهرها. جون فتح عيونه حيل وظل يباوعها ويغلط: انتي هم راح تعيشين هواي، اكو واحد دا يصطاد عائلتنا كلها وما حد راح يفلت. كلمة عائلة كانت تلعب النفس من حلقه. كاظيها شرب طول اليوم ومبين عقله ضرب. باوعت نظرة أخيرة للغرفة المقلوبة وكالت: صار وقت الروحة، وداعا يا سيد ستانلي. وبموت أمها انطوت آخر صفحة من الحقد بينها وبين هالعائلة، وصاروا ما يعنوا لها شي. يلا مشينا. العربان يجي جاوبها باحترام، ومن ورا الشباك المظلم بالطابق الثاني جون كان يباوع عليها وهي تبتعد. العربانة مشت، وفجأة قامت تهتز حيل، صرخت بخوف: شنو هذا؟ وقفها بسع. بس كان يفوت الفوت، وبصوت طقة قوية العربانة كلها انقلبت بالبرية. العربانة صارت فوق حدر، وإجا العربانجي مخبوس ويعتذر: سيدتي أني كلش أعتذر. مايكلا طلعت من بين الحطام وكالت: أشوه ركبتي ما انكسرت، معقولة التاير يوقع بهالوقت؟ كنا راح نموت. مايكلا سمعت تبريرة وكلبها نغزها: حادث؟ معقولة أكو واحد متعمد يريد يقتلها؟ هزت راسها وجبرت نفسها تهدى. مو وقت الأوهام هسه. العربانجي اقترح يروح لقرية قريبة يجيب مساعدة، وخلاها بمكانها تنتظر وحدها، وهي تباوع على خيال العربانجي يبتعد. مايكلا على كيفها نزعت الغطوة الثقيلة من وجهها وأخذت نفس طويل ارتاحت بيه. الخنقة اللي حست بيها قبل شوية راحت أخيرا. على كل حال الظاهر راح نضطر نمشي طول الليل. بالليل الأظلم القصر اللي من بعيد كان هدوء يخوف. شمعة صغيرة وقعت بالقاع، وبثواني النار صعدت بالبردات. قوة النار كانت تخوف وما انطت مجال لأي واحد يستوعب الصار. وبغمضة عين ذاك القصر الفخم اللي كان يمثل السلطة والسجن احترق وصار رماد، والنار وصلت للسماء. أخيرا وقفت العربانة، والعربانجي كال باحترام: سيدتي وصلنا. مايكلا انطت تكلات نازقة وكالت له: عاشت إيدك، هاي المكافأة اللي اتفقنا عليها. العربانجي انصدم من كرمها، خصوصا بعد الحادث اللي فلش العربانة اللي كانت تسوى كومة فلوس. بس ما أقدر أروح لجنازة أمي بهالمنظر التعبان، والأهم من هذا أنت أنقذت حياتنا إحنا الاثنين وهذا كافي. وهي تباوع على خيال العربانجي يروح. مايكلا باوعت لإيدها الفارغة. هاي كانت آخر قطعة مجوهرات عدها. هسه صدق صفت على الحديدة، وحتى آخر شي تقدر تبيعه راح. ما يخالف، ربت يفرجها وتصفى. ومشت بين الغابات الكثيفة لحد ما طلع قدامها بيت هادئ. وقفت قدام الباب وصاحت بصوت ناصي: دادا، أنا رجعت. البيت جان تعبان ومبهذل لدرجة تلعب النفس. الحديقة متروسة أدغال، وماكو غير 3 خدم بس. والدادة بعدها تواسي بيها: يا بنتي يا مايكلا، على أقل هالمكان يسترنا من البرد والمطر، مو دافي هنا؟ مايكلا جاوبتها ببرود: أني مو قلبي بارد مثلك، أحس هالخربة راح توقع على روسنا بأي لحظة. عبالها الحياة قاسية، بس المكتوب جان أقسى. بالسنة الأولى على الأقل جان يوصلهم مصرف يعيشون منه. بالسنة الثانية الفلوس كانت تقل شوية شوية، لحد ما بيوم انقطع المصرف نهائياً. ما راح أدزلكم ولا فلس بعد. مايكلا كتبت عشرات الرسائل تريد تفتهم السالفة، والنتيجة الرسائل جنها وقعت بالبحر وما حد عبرها. رسالة ورا رسالة تنكتب
والنتيجة ولا كأنما أكو شي، ما حد دار لها بال. وحتى تعيش اضطرت مايكل تطلع مجوهراتها وتبيعها قطعة قطعة، بس هالفلوس القليلة ما كفت، وما طال الوقت لحد ما البيت فرغ من الأكل تماماً. الخدم القليلين من شافوا ماكو حتى لقمة ياكلوها ما كان عندهم حل غير يلمون غراضهم ويطلعون. والمصيبة الأكبر الدادة اللي جانت تداريها هم وقعت مريضة. الأمور قفلت بوجههم صبق. دادة، أني رجعت. الدادة سألتها بصوت تعبان، بنتي شو صدتي اللان؟ مايكلا ضحكت وكالت، رغم أني مقهورة على هالأرانب بس اكتشفت عندي موهبة بالصيد، أخيراً رح ناكل شوية لحم. ومن شافت الدادة تكح وما تسكت كلب مايكلا انقبض، ركضت عليها تسألها شلونها. الدادة بعدها راسمة الابتسامة على وجهها وكالت، لا يضل بالك بنتي، الواحد من يكبر جسمه بعد ما يعينه. بس مايكلا كانت تدري زين إنه بهالدنيا كلها الدادة هي أهلها الوحيدين. الدادة تنهدت وكالت، كان لازم أروح لهذيك الجنازة هم. مايكلا رأساً سكتتها، كافي تحكين هالحكي اللي غف، إذا رحتي وأنتي مريضة رح نضطر نسوي للجنازة أنتي هم. الدادة رجعت سألت عن السيد ستانلي، ومايكلا جاوبتها بالعبان نفس، شي يسوي يعني؟ كاضيها شرب طول اليوم وماكو بحلقة حجاية عليها الاعتماد. وبنص هالمعمعة اندك الباب فجأة. بهالبرية المقطوعة منو راح يدق بابهم؟ الرجال اللي دخل كان مبين عليه الصلف، ومايكلا انصدمت من أول حجاية كالها، البيت انباع. مايكلا ما صدقت أذانها، شت تحكي؟ البيت انباع؟ منو باعه؟ الرجال رفع كتافه وكال، أني مجرد مراسل، أنفذ أوامر الكبار وبس، قدامكم يومين، استعجلوا لموا غراضكم وطلعوا برا. منو غيره يقدر يبيعه؟ أكيد زوجها بالاسم ليون كرافن جيليك. وبغمضة عين مرت سنتين. ليون كان جايب وياه مجموعة زلم لابسين أسود، ودخلوا بهدوء لحانة بالمدينة. وبينما السكارى جوا كانوا ملتهين نص صوته وكان لزلمه، اخذوا يمنه، ثاني غرفة بالطابق الثاني، وتذكروا أريد حركتكم خفيفة، لا تطبون وتخربون الشغلة. الزلم كلهم جاوبوا بصوت واحد واختفوا الظلمة. لا، المفروض هسه أصيح لك يوليا؟ الولد اللي بالغرفة كانت حركته سريعة وطفر من الشباك، عباله يقدر يفلت، بس أول ما رفع راسه جسمه كله جمد بمكانه. ليون كان منتظره بالظلمة هو وجماعته من زمان، وهو يباوع على هالولد المخبوس قدامه. ليون سأله ببرود، وين عبالك تولي؟ الولد فتح عيونه حيل وظل يرجف لحد ما كوى طلع الاسم من حلقه، الأمير ليون. وقبل لا يخطي خطوتين ليون لزمه قبل، احكي منو دزك؟ القاتل صك على سنونه وكابر، احكي منو طلب منك تختال الإمبراطور؟ قصر اللوار الإمبراطوري نيكولاس كالها بتل برود وهو يشرب الشاي. عاش من شافك ليون، هالسرسرية ببايسون متى يرتاحون هالأيام؟ شو وقت وصلت؟ ليون ضحك، توني واصل البارحة بالليل. بس القاتل مات مو؟ ليون جمد بمكانه، شلون عرف؟ نيكولاس نزل كوب الشاي وكال، عندي مصادري الخاصة، صح مو بقوتك بس توصلني الأخبار. وجه ليون انقلب، القاتل انتحر بالسم قبل لا نحقق وياه وبعدنا ما عرفنا من وراه. نيكولاس كان كلش هادب، أنا مو قلق من هالناحية، أنت من يومك مضبوط بشغلك ومتأكد راح توصل للراس الجبير. بس غير الموضوع وكال، الخطر داير مدايرنا، بس اللي كاسر قلبي صدق هم هالأطفال. ليون فز قلبه، سمعت شي؟ نيكولاس هز راسه، لا مو هيج، بس هالموضوع ممكن يصير عثرة بطريق الملكة الجديدة. ليون باوع على الأطفال اللي دي يلعبون من بعيد وعيونه صارت باردة. ليه يظل بالك؟ راح أحقق بهالموضوع بسكوت. الظاهر سوالف القصر أغمق مما نتخيل. نيكولاس فجأة نص صوته، ليون أكو إشاعة حلوة طالعة هالأيام، سمعت حاط عينك على بنية. ليون ما كان ناوي يضم الموضوع واعترف كبل، إي صحيح. نيكولاس هنا ما قدر يقعد راحة، ناوي تخليها عشيقة بالسر؟ ليون جاوب بجدية، شدت تحكي؟ أني من هالنوع؟ هالبنية ملاك نازل من السماء، وكنت ناوي ألقالي فرصة حتى أخطبها. تخطبها؟ عيون نيكولاس صارت حادة. ليون بصفتي الإمبراطور لازم أذكرك، قانون الإمبراطورية يمنع الزواج بوحدة ثانية منعاً باتا. ليون داخ، شنو قصدك؟ نيكولاس ضحك باستهزاء، إلا إذا أنت مطلق بالسر، غير هيك أنت متزوج صار لك 4 سنين، أنت هسه رجال صاحب عائلة. من شمرت مرتك بالريف كان لأنك كاره الزواج السياسي، بس صار لك 4 سنين، معقولة نسيت أنك متزوج؟ ليون سكت، بذاك الوقت كان راسه مقبض قهر وعصبية من هالزواجة، وطلع حركته كلها بهاي المرة البريئة، لدرجة حتى شكلها ما يتذكره. ليون ما قدر يقعد بعد. بيترسون أنت وين؟ تعال للمكتب هسه. رئيس الخدم بيترسون إجا يركض، سموك أأمرني؟ ليون انطأ ظهره،
وورا سكتة طويلة قال: مرتي. بيترسون ما استوعب قبل. عفوا شكت؟ ليون اندار عليه بعصبية وعيونه طلع نار. دا أسألك مرتي وينها هسه؟ بقشتالة جنوب الإمبراطورية. مايكيلا دا تتعارك على لقمة العيش وتخوض معركة ويا التجار الاستغلاليين بالسوق. ما أبيع بهالسعر. الشايب بابو لحية بيضة بعده يتلوت: يا بنتي البضاعة تارسة السوق حسه، والسعر اللي انطيتك إياه هو أعدل شي. مايكيلا ضحكت باستهزاء وشمرت ورقتها الرابحة. منو عنده فرو أحسن من مالي هنا؟ وسمعت النبلاء بالشمال دا يتخاطفون على الفرو والسعر صعد للضعف. إذا ما تريد أروح أبيع لغيرك كبل. الشايب انخبص ولزمها بسرعة: يا عيني لا تروحين، إحنا معارف قدامه، ما يخالف أتحمل الخسارة وأزيدك بالسعر. مايكيلا كانت تقرأ أفكاره مثل المراية. يا خسارة، إذا باع الغير واحد راح يطلعه ب3 أضعاف السعر. هالتجار واحد ألعن من الثاني. أخذت جيس الفلوس ومايكيلا أخيرا جرت نفس وارتاحت. هالفلوس تكفيهم يعيشون فترة، والباقي راح تشتري به البسكت المكرمل اللي تحبه مارثا والدابة. قبل 2 سنين مايكيلا انطردت نهن لحد ما وصلن لقشتالة. الجو هنا ربيع طول السنة والشمس دافية ترد الروح. أحسن مكان حتى الدادة تتعافى من مرضها. وهناك هم بالصدفة لقوا مارثا بنت عم الدادة اللي ضايعة من زمان، والتموا النسوان الثلاثة بهالمدينة الحدودية وبدن حياة جديدة ساندات بيها بعض. من شافت البياعة دا يشيلون سلال الفواكه الثقيلة، مايكيلا ركضت تساعدهم. أخذت نفس عميق وريحة الفواكه ترست ريتها. كلش طيبة، أكيد تعبت من شلتها وحدك. البياع ابتسم وهز راسه: إي والله الفواكه هنا نعمة من الله. عيون مايكيلا لمحت خيالين من بعيد. البياع نص صوته وكال بالعبان نفس: أوف، رجعوا هالسرسرية، ديري بالك يا بنتي، شكلهم ما يبشر بخير. مايكيلا ما حجت هواي، بس جرت الكبوس على راسها بسكوت: لا يظل بالك. ومشت وحدها طبت بالغابة الكثيفة واختفت بالظلمة. وما طال الوقت وفعلا الزلم 2 لحقوها. غريبة، توني شفتها فاتت منه، شلون اختفت بغمضة عين؟ واحد بيهم خاف وقال: أقولك خافتنا حيل بالغابة، هالمكان يخوف. الجبير بيهم ضحك باستهزاء: شبيك خايف؟ سوالف الساحرة اللي عايشة بالغابة صدقت بيها؟ وهذول ال2 وبنص ما هم يفترون بالغابة فلا حسوا بحركة جوا رجليهم. شنو هذا؟ الجبير بعد ما مستوعب الصار، وإذا بعركيجة غريبة تلتف على رجله حيل، وقبل لا يصرخ خيالات سودة كبرها طلعت من الحشيش الداير مدايرهم مثل الحية السامة، لفتهم 2 حيل. النجدة، صياحهم ترس الغابة الهادية. مايكيلا طلعت على كيفها من ورا الشجرة تباوع عليهم بدم بارد. ضحكت باستهزاء: هالزمايل يدورون موتهم بيا إيد، عبالهم هالغابة كل من إجا وطب بيها؟ خايفة وحش الجرباية ياكلني قبل لا. سموك ما يصير هيجي تفوت. ليون ما دار بال اللي حرس الباب ودفعهم وطب للغرفة، والإمبراطور ركع بالكعب كل خضوع. لزم تنورة هيك المرة حيل وتوسل بيها: كاثرين فدوة بس هالمرة، أني أحبك. بمكان مثل العائلة المالكة الزواج عمره ما كان مبني على الحب، هو مجرد صفقة باردة. كل ما زاد مقامك صارت هالصفقة أحسن، وما حد يهتم بشنو تفكر، المهم تجيب مصلحة للعائلة. حتى لو كل واحد عاش حياته بكيفه ما حد راح يدير بال. بس الصار كان مفاجأة. أبو ليون دق قلبه وعشق أمه من صدق. ورا ما جابت الأم أميرين قامت تقضي وقتها بالحفلات والركض ورا عشاقها. كل اللي تريده حياة حلوة وبدون قيود. والأب المسكين ما بيده شي غير إنه يباوع على حبيبته وهي تخونه مرة ورا مرة، وقضى حياته بعذاب ما يخلص. وقبل لا يموت الإمبراطور العجوز لزم إيد ليون حيل وقال بصوت تعبان: ليون لا تحقد على أمك، الصار مو ذنبها، أني ما قدرت أنطيها اللي تريده، وهالشي خلى زواجنا يصير مأساة. ليون أنت من طفولتك ذكي وقوي، بس نيكولاس حيل على نياته، أترجاك لازم تحميه من هسه ورايح. ومن وقعت إيده بالحيل عالم ليون تغير بالكامل. فز ليون من فراشه وقعد وعرق بارد مبلل ظهره، وظل يسأل روحه: شلون فجأة حلمت بهالسوالف؟ هذا كان يوم وفاة أبويا. وعلى مود ينفذ وصية أبوه الأخيرة قرر ليون يضم قسوته ويصير درع يحمي أخوه نيكولاس. استلم نيكولاس العرش وهو بعد صغير، ورغم أن البلد كان يمشي بنظام بس نار الحرب على الحدود ولا يوم طفت. ومن شافوا أن الوضع دا يصير أصعب وأصعب وحرب ما بيها مجال صارت على الأبواب، بهاللحظة إجا نيكولاس لليون وقال له: أدري بيك تكره الزواج بس اعتبرها صفقة سعيدة، وهاي فرصة زينة همين تخليك تنهزم من هالقصر الخنقة ومن أمن الصعبة اللي تكره واحد يصيح الهبيبي. هالأيام خابصتنا كل يوم تريد حفيد. وقالها نيكولاس بابتسامة قهر: عندي طفلين وهي لسه ما تقبل تسكت. ليون تسوي لي هاي الشغلة؟ ليون كان يدري إنه هذا أمر ما ينقال عليه لا. بهالقصر الفخم كل زاوية بيها إغراء ومكيدة، نسوان شقت حاطات عينهن على منصب المحظية الإمبراطورية، وكومن وبلاء يريدون يستغلون ليون على مود سلطة أكبر. بعيون ذول الثعالب العجائز نيكولاس ذكي، بس ليون هو الأقوى، شخصية القاسية ترهم أكثر لحكم الإمبراطورية. ليون راد يستغل هالفرصة ويعوف القصر ودوخة الراس ويطلع يشم هوا برا. بس بهاللحظة وصل خبر صدمه: أكو واحد يخطط لاغتيال.
بس ظهور سموه المفاجئ راح يخلي العالم تشك. ابتسم ليون باستهزاء وقال على مود هيك راح أروح للحفلات. كان ناوي يتنكر بشخصية الأمير الضايع المستهتر اللي غارق بالملذات. أتباعه كلهم هزوا رؤوسهم من سمعوا هالشي وقالوا هذا يختلف حيل عن طبعك، خاف تنقلب السالفة علينا وتخلي العالم تشك أكثر. بس ليون كان هادي كلش. بمجتمع هذه الطبقة من النبلاء سالفة الزواج دائما هي الموضوع الأقوى. بمجرد ما ينطيهم ولو تلميح بسيط أنه مستعجل يسوي عائلة، ذولا اللي حاطين عينهم عليه مستحيل راح يشكون بشي ثاني. ومن انفتح الباب على كيف اسم ليون دوب القاعة كلها. الأمير اللي غاب فترة طويلة فجأة بين، والمكان كله انقلب بثانية. الكل قام يأشر عليه ويحكي بظهره، ناس مستغربة شلون اجى لهيجي مناسبة تلعب النفس، وناس تطلع إشاعات أن الإمبراطور هو اللي طرده للحدود، وقالوا أن الأخوين من زمان تعاركوا وصاروا أعداء. بس الخبر الأقوى هو أنه هذا الأمير أبو الوجه البارد رجع على مود يختار محظيته. ليون كان يبابع على هالمنظر ببرود. هذا المجتمع طول عمره منافق وما تغير بشي، وقبل لا يكتشف خطة الاغتيال لازم يتحمل كل دقيقة وثانية بهالمكان. بس هالجو الكئيب كان راح يخنقه. وبنص ما كان ليون ضايش فجأة سمع صوت خطوات سريعة بنهاية الممر. كانت أنجليكا تركض وهي لازمة نورتها وتقول ويا روحها أنها راح تتأخر. كانت مخبوصة كلش، ومن العجلة ما انتبهت قدامها ورجعت قبل بحضن عريض. ليون بدون ما يحس مد إيده ولزمها. أنجليكا هنا ماتت من الخوف، رفعت راسها فجأة ومن شافت وجهها زين روحها رادت تطلع من الخرعة. قامت تعتذر بحكي مخربط وهي تفلت اسم ليون. أرجوك دير بال هالشي أيها الأمير. هنا ليون نطق لأول مرة وقال بنبرة هادية مو مشكلة. أنجليكا شلون تتجرأ تبقى واقفة، تشكرت منه ودارت وجهها وانهزمت ركض. كانت تركض كان ما حد شرد بروحه. ليون ظل يباوع على جهة ما راحت وابتسم ابتسامة خفيفة بيها مكر. السالفة صارت بيها إثارة، هو متأكد بعمره ما شايف هالمرة. بس هي مو بس عرفتها من أول نظرة، لا وعرفت حتى هويته. منو هاي المرة؟ تسألني وين مرته؟ إيه، المرة ابتسمت باستهزاء وقالت أخيرا تذكرت أنك متزوج. بيترسون كان واقف على صفحة وقلبه يدق سريع، يقول بقلبه إذا سموه عرف الحقيقة هالسالفة مستحيل تعدي على خير. لا تخاف، أنا بس جاي أنفذ الأوامر. لعد أنت أكيد ما تدريش صار بقصر فونتيز، بس وين تقدر تختل؟ أنجليكا لينوكس بنت الإير ليون لينوكس يا دوب دخلت المجتمع المخملي العام الفات، والحد هسه ما متزوجة. تريد طلاق؟ ما يخالف، بس بالبداية لقالي الأميرة حتى لو بقت منها بس جثة هم لازم تجيبها إلي. الطلاق مو لعبة بهالإمبراطورية، وإجراءاته دوخة راسه مزعجة كلش، لدرجة إنه بعض الناس تفكر تتخلص من الطرف الثاني قبل تطلع أسهل بهواي. وحسب القسم مال هذاك الوقت إذا سموه أصر على الطلاق لازم يرجع الأراضي اللي أخذها كمهر. تريد هاي الأراضي توقع بيد غيرنا؟ ماكو هيج حكي، أخوه مستحيل يوافق. بس غير الموضوع وقال بعد أكو أمل تنعدل الأمور. إذا الأميرة هي اللي طلبت الطلاق ملكية هاي الأراضي راح تصير قبل بيد الزوج. ليون سكت، كانت صدق فكرة زينة. بس المشكلة هسه ما حد يندل وين ختلت هاي الأميرة. آنسة ميكايلة ليش ما رجعتي للبيت لسه؟ ميكايلة جرت حسرة وقالت اليوم حظي مو شي، صار لي كوما أشتغل وما صدت أي طريدة، بس على الأقل الشتاء اللي أنا مو كلش قاسي. فجأة الدادة سألتها ما أقدر أعوف الحياة الهادية بالشمال وحدي وأشرد لها البرية، ولا مرة ندمتي؟ ميكايلة جاوبت ببساطة ولا مرة، طول ما الدادة وياي أي مكان يصير بيت. هالمكان اسمه قشتالة، كلش قريب من ديرة الدادة ومارثا. بهالكوخ اللي بالجبال الثلاثة قضوا 2 سنين كاملات سوا، وهاي يمكن كانت أسعد أيام بحياة ميكايلة. صح العيشة ضيقة وكل شي ناقصهم، بس هاي الحرية والدفو مستحيل كانت تذوقها بالقصر. ميكايلة فتحت الباب وبيدها سلة. مارثا أني رجعت، جابت وياها كل الأعشاب اللي يحتاجوها، ورادت مارثا تشوف إذا كانت صحيحة. أوف، عاشت إيدك. مارثا بابعت على أعشاب وما قدرت تخفي إعجابها. الآنسة هسه صارت أحسن من أستاذي القديم، كل اللي كان لازم أعلمك يا علمته، ومن هسه ورايح الآنسة تقدر تعتمد على روحها وتدير شغلها. ميكايلة من سمعت هالكلمات شعلت بقلبها شرارة أمل، يعني الدادة راح تصير زينة قريب؟ مارثا سكتت. ميكايلة بداخلها كانت تدري ما حد يقدر ينهزم من دورة الحياة والمرض والموت، بس كانت تتمنى تقضي وقت أكثر ويا عائلتها، وهالأمنية أبد مو كبيرة. إذا قعدت الدادة وسمعت حكيك هذا راح تفرح كلش. تفرح؟ ميكايلة عادت هالكلمتين وحست كن إبر تتخز بقلبها. هي تحس إنه الدادة مرضت هيج كلها من وراها، على مود ينهزمون من قسوة ستانلي، وعلى مود تحميها من كانت صغيرة. الدادة أكلت كتل شقد على مودها، الله اللي يعلم. وباوع ليون على الخرابة اللي قدامه وما كان يقدر يستوعب إيش صار هنا بالضبط. الحارس حكاله بصوت ناصي، ورا ما ماتت أم ميكايلة ب2 سنين صار حريق هنا وما بقى ولا بشر عايش بكل المنطقة. ليون حس السالفة تضحك، مصيبة هيك كبيرة وينكتم عليها هالقد وما حد يدري بيها لحد هسه. مهما كان الشمال بعيد ومقطوع، كارثة مثل هاي المفروض القصر يشم خبر بيها. ليون كل ما فكر بالموضوع زاد غضبه لدرجة قام يكرف روحه.
ليش ما درت بال من البداية؟ بذاكرته المشوشة ما بقى بس شكل هذاك الرجال السكران اللي كان يسهر وحده. سأل الحارس بصوت ناصي: سموك تتذكر شكل ذيك الأميرة؟ ليون سكت شوية وقال: ما أتذكر. هسه السالفة تعقدت، صار شبه مستحيل يلقون ميكايلا. هالحريق سوى كل شي رماد، وأي واحد شاف الأميرة مات، حتى صورة واحدة ما بقت إلها. بس كنا نتذكر شي، العربانة. إي صح، ورا العرس هو بيده رتب عربانة على مود يدز ميكايلا بيها، والمكان كان مزرعة بأراضيه. منو كان يتخيل إنه الأميرة المحترمة تنباع مثل الغراض؟ ليون وزلمة سدوا الطريق على العربنجي قبل. العربنجي قام يلف ويدور ويريد يذب اللوم على غيره ويقول: أني بس وصلال. وين راح نذنيك النسوان الاثنين؟ العربنجي تردد وراد ينكر وقال إنه السالفة سواها وسيط وما إله علاقة بيها. ليون خزر بيه وقال له: أدري مو أنت، لأن هذاك الوسيط ما عنده جرأة يسوي شي غلط. هسه العربنجي انقطعت بيه السبل، السالفة تصير أسخف وأسخف، وهسه ليون لازم يفتر الدنيا على مود يلقى أميرة بعمره ما شايفها. بالعقل إذا واحد اختفى المفروض يرجع للقصر، بس هاي كنها فص ملح وذاب. ليون وقف العربنجي وسأله قبل: شو وقت آخر مرة شفتنهم وشلون شكلهم؟ هذا الثعلب العجوز العربنجي قام يسوي روحه دايخ وقال نظرة ضعيف وصار هواية وما يتذكر. ليون كتم غضبه وكمل أسئلته: زين والخدم الباقين هناك وين راحوا كلهم؟ العربنجي بقى على نفس حكايته، قال إن ذولا راحوا يعيشون ويا قرايبهم وما حد يندل عنوانهم بالضبط. ليون طقت روحه، كان المفروض يلقى منو ورا محاولة الاغتيال، وهسه تورط هنا يدور على مرة ضايعة. أميرة مدللة من صغرها، وين تقدر تختل بهالبرية؟ نرجع بالوقت الشهر ليورا. ذاك اليوم كانت تمطر حيل، ميكايلا واقفة قدام قبر ولابسة عبايتها وشكلها مكسور حيل. اتشكرت من الرجال الكبير اللي واقف يمها وقالتها لولا مساعدتك كان صعب حيل على واحد بوحدة يدبر هالسالفة. الرجال الكبير باوع الميكايلا بنبرة كلها امتنان وقال إن مارثا كانت صديقته من سنين طويلة وترملت من هي شابة، عانت بحياتها كومة تهميش وإهمال، وبفضل ميكايلا قدرت مارثا تعيش أيامها الأخيرة بفرح. المطر القوي ما وقف وميكايلا رجعت للبيت وحدها وقلبها مليان قهر. بالبداية راحت الدادة ومارثا لحقتها قبل، ورغم إنهن راحن بسلام بس بالنسبة لميكايلا آخر شي كان يربطها بهالدنيا راح. مارثا وهي متمددة على فراش الموت لزمت إيد ميكايلا ووصتها وصيتها الأخيرة، قالت لها إن ميكايلا هي فخر حياتها، بس أكثر شي شاغلتها بالها بيه هو إن ميكايلا ما تقدر تعيش وحدها ورا ما تموت هي. فظلت تلح عليها وتوصيها: لازم تروحين تدورين على الأمير ليون، بس هو هسه يقدر يحميك. من سمعت ميكايلا هالحكي ما قدرت بس تبتسم باستهزاء: أعتمد على ليون يحميني؟ صدق نكتة. بالبداية هو عاملهم كنهم زبالة وذبهن بهالبرية، و4 سنين كاملة ما بين، شون أثق بهيك رجال؟ بس الحكي اللي قالت مارثا وراها خلاها تنصدم صدق. جون ستانلي مات، وهذاك القصر احترق من زمان وصار رماد وما بقى ولا واحد عايش، العائلة كلها انقتلت وبس ميكايلا اللي نجت. هنا يلا استوعبت ميكايلا السالفة. لا عجب ان ولد جون ستانلي كلهم ماتوا بحوادث بالسنين الفاتت، وحتى هي نفسها رادت تروح بيها بحادثة العربانة ذيك. الدادة نصت صوتها وحذرتها، أخذتها من جون ستانلي: خاطرت بروحي على مود أبوك وثيقة مهمة، ومكان الكنز هو. صار صوت برا الشباك وميكايلا فزت من ذكرياتها، طفت الشمعة بساع وباوعت على الشباك: ذول الزلم الاثنين اللي برا مثل الخيال يلاحقوني من وقت السوق، ورايا لحد هناك، من شكلهم وتصرفاتهم مستحيل ذولا مجرد عابرين سبيل، معقولة جايين ياخذون روحي؟ ميكايلا سدت الشباك قبل وقفلته بإيديها: هالمكان بعد مو أمان، لازم نغير أسامينا ونشرد لأبعد مكان ممكن، إذا لزمونا حياتنا تنتهي. وقبل لا تختفي نهائيا ميكايلا كان براسها شغلة لازم تسويها، خاطرت ورجعت لهذاك القصر اللي صار خرابة. ما بقى شي هناك، بس كلمات الدادة قبل لا تموت ظلت تتهلى بإذنها: تتذكرين من كنتي صغيرة المكان اللي كنتي تختلين بيه من تنهزمين من البيت؟ ضميت هذاك القصر هناك بالمكان اللي بس أني ونياك نندله. الخرابة كانت هدوء يخوف، ماكو بس صوت مكتوم مال غراض ثقيلة دا تتحرك. ميكايلا ظلت تعتمد على ذاكرتها وتدور بحذر بين الأنقاض، وبذاك الركن السري أخيرا طخت بشي صلب، وعلى كيفها طلعت صندوق خشب من جوا الأنقاض. ميكايلا أخيرا لقته، آخر شي عفته إلها الدادة. منو كان يتخيل هالمفتاح البسيط مضمون بيه سر هيك كبير؟ فتحت صندوق الخشب ولقت عقد زواج نايم بيه بهدوء، الشروط اللي بيه مكتوبة واضحة: إذا انتهى هالزواج الأرض اللي اسمها بيلمور لازم ترجع لصاحبها الأصلي. ميكايلا كل ما ركزت بيه أكثر حست أكو شي غلط، كان مكتوب بيه إذا المرة هي اللي تنبت الطلاق ما راح تطلع لها ولا فلس. هذا فخ عيني عينك، الرجال ما خسران شي أبد، وهي حتى ما تقدر تقول كلمة طلاق بالبداية. لا عجب بهال4 سنين هذاك الأمير اللي اسمه ليون كان هاملها ويعاملها كأنها شفاف وما موجودة. طلعت حساباتهم
دقيقة ومدروسة، بس من تذرين لحد ما تطق روحها وتعوف كل شيء من كيفها، وبحجة قانونية يبلع هذيك الأراضي. وبما إن الطرف الثاني يريد يلعبها قذرة، لعد هي مستحيل راح تقعد وتسكت وتنتظر الموت. مو بهالسهولة ياخذون هالأرض. الهجوم المعاكس الصدق راح يبدي هسه. بس ترجع هاي الثروة، ميكائيلا تقدر تطير وتلقى لها مكان ما حد يعرفها بيه وتبدي من جديد. بس وبنص ما كانت تنهزم، فجأة طلع صوت من الظلمة يسأل: منو هناك؟ ميكائيلا تصرفت بساع وسوت روحها من جمدة من الخوف واعتذرت ورادت تفلت. طلع رجال لابس عباية سوداء، نبرته باردة تخلي الواحد يتكبر. هالمكان احترق وصار رماد، مو أي واحد غريب يقدر يطب بكيفه. جاوبتها: إي طبعا هسه أطلع. وقبل لا تبتعد ميكائيلا، الرجال اللي اسمه يان ركض وراها وصاح بيها بعلو صوته توقف، وقال إن عنده كم سؤال. لا راح يعبالهم بقت هذا. ميكائيلا ركضت بأسرع ما عدها بالممر. كل ما تفكر بالسالفة تحسها تضحك، هذا بيتها، ليش تتصرف كنها حرامية هسه؟ وأخيرا قدرت تضيع الخطوات اللي وراها. ختلت بزاوية الدرج ويا دوب رادت تاخذ نفس وترتاح. بهاللحظة إيد نمتت على كيف ولزمت شتفها. آخر شي تتذكره ميكائيلا ألم قوي كنها مضروبة بصخرة. وراها قبل غابت عن الوعي وصارت الدنيا سودة بعينها. الحرس اجوا يركضون. سموك لزمتها. الرجال اللي اسمه يان كان مصدوم همين، مبين ما كان متوقع هالنتيجة. وليون بهالوقت كان لازم بيده الصندوق اللي ميكائيلا كانت مستميتة تحميه. باوع على ميكائيلا وهي فاقدة الوعي وقال ببرود كلمة واحدة: حرامية. يان دنق وباوع عليها زين وقال: صح جيت هالمرة هنا تخلي الواحد يشك، بس باوع على شكلها التعبان، خاف هاي مجرد بنية مشردة ختلت هنا من البرد. من سمع ليون هالحكي انصدم. هو أصلا ما كان منتبه إن الشخص اللي دعمه قبل شوية طلع بنية. الحارس ما قدر يسكت وقام يدردم يمها: وقعنا بمصيبة هسه. سموك انت شكد قوتك هسه، يعني ما تدري ايش دا يصير براسك؟ ضربتك حتى الفارس المدرب ما يتحملها، نوب بنية صغيرة وضعيفة هيج، خاف ماتت بمكانها؟ ليون تقدم بدون ما يحكي، ورا ما فحصها زين أخيرا جر نفس وارتاح. أشوى لسه تتنفس، صح روحها لسه بيها، بس إذا عافها هنا هسه هالبنية ما راح تعيش لباكر. ليون سكت فترة طويلة وبالأخير جر حسرة، وبما أنه هو اللي ضربها لعد هو اللي لازم يتحمل مسؤوليتها. نطق أوامره بصوت ناصي: أقرب مكان إلنا هنا هو قصر الورد، أخذوها لهناك بالبداية. وبالساحة جوا ليون كان صافن على صندوق قديم، صح شكله عادي وما يلفت الانتباه، بس من تلزمه راح تعرف إنه غالي. هالقفل المصمم خصيصا مستحيل ينفتح بدون مفتاح، والغراض الجوا أكيد مو مجوهرات. معقولة هاي المرة باكتة؟ ليون سأل ببرود: قعدت له لسه؟ الحارس دنق راسه وجاوب: الظاهر لسه ما صحت. إشكد أسرار ضامة هاي المرة. الحارس قام يدردم على صفحة: بوكس سموك ما يفرق عن الجاكوك، البشر العادي يراد لينام بالفراش أيام يلا يقوم منها. العالم كلها تقول هاي مجرد مشردة عابرة سبيل، بس تقعد انطوها تنفلس وطردوها. بس السالفة عمرها ما كانت بهالسهولة، مشردة عادية شلون تطلع بهيج قصر محترق؟ هالقوة اللي بيها تخلي الواحد يحس أكو شي غلط. بهاللحظة ميكائيلا أخيرا بدت تصحى، صوت غريب بإذنها وريحة غريبة بخشمها، بس الألم القوي اللي بجسمها هو اللي خلاها تستوعب إنها لسه عايشة. ميكائيلا فتحت عيونها على كيف وشافت سقف غريب عليها كلش، بعمرها ما شايفة هالمكان وحتى ما تدري شلون نامت هنا. كن ذاكرتها انقطعت، حاولت ترجع تتذكر، وأخيرا الصور المقطعة جمعت براسها. من كانت تشرد من ذول الناس انضربت بشي قوي. لحظة، قلب ميكائيلا فز، ما دارت بال لوجع جسمها، ركضت للباب حافية. مصيبة، الصندوق ماكو، إذا ضاعوا هي في شرد لعد حياتها راح تنتهي بالكامل. بس أشوى، المفتاح اللي ضمته يمها لسه موجود. وقبل لا تاخذ نفس وترتاح سمعت صوت خطوات برا الباب. خدمات اثنين كانن يتساسرن يقولن إن سمو مستعجل حيل، وأول ما تفتح عيونها لازم ياخذوها إلى قبل. اسمعي هاي، سمو كان قاسي حيل، ضربها بوكس قوي لدرجة إنها لسه ما قعدت. سمو؟ ميكائيلا قعدت فجأة. هذا لقب معادي بالإمبراطورية كلها، بس شخصين يقدرون ينصيحوا لهم سمو الأمير. عدا الأمير الصغير ماكو غير بس واحد اللي هو زوجها بالاسم بس. هسه وضحت السالفة. حسب قائمة الأملاك اللي بعقد الزواج هذا يا أما قصر الورد أو قصر ليفك، وكلها أراضي تابعة لليون. لا عجب أن ذول اللي لحقوها كلهم مخابيل، طلعوا ياخذون أوامرهم منه، وحتى هذاك البوكس هو اللي ضربه بيده. ميكائيلا هسه مو وقت الخوف، لازم تهدئين وتفكرين زين شلون تشردين. شي واحد أكيد، هي هسه وقعت بوكر الذيب. ذول الناس أصلا ما يدرون إن اللي قاعدة قدامهم هي أميرة الإمبراطورية. إذا هويتها انكشفت شلون يتجرؤون يحبسوها بهيج مكان تعبان؟ بس هاي فرصة ما تتعوض. ميكائيلا أصلا كانت شايلة هم شلون تفوت للمدينة الإمبراطورية. روحي دوري على تفاصيل هذا الزوج اللي بس بالاسم. والنتيجة هسه هو إجا بكل سهولة، وبما أنه الله جاب الفرصة لحد عدها لازم ما تضيعها من إيدها. كان لازم تفكر بخطة ما تخر المي حتى تفوز بهاللعبة.
وبهي اللحظة صار أكو حركة برا الباب. الخادمة جانت دا تفتح الباب وتفوت، بس وقفها صوت هيبة. ليون قال كلمتين بكل برود: تراجعي. الخادمة من الخوف بسرعة دنكت راسها وجاوبت، وأكو ضوء بارد بين من شق الباب. الباب الخشب الثقيل انفتح على كيف وطب ليون. عيونه افترت بالمكان المظلم، وبالأخير ركزت على هذاك الخيال. وبمجرد ما صاروا يقدرون يشوفون بعض بوضوح، هو وقف يباوع على ميكائيلا الواقفة يم الشباك بشعرها الأحمر اللي يخطف الأنظار. ميكائيلا باوعت له وقالت: أنت منو؟ ليون سد الباب حيل. الشمس كانت كلش قوية لدرجة ما قدرت تشوف زين. ليون أنطى أمر بدون ما يلتفت. بما أنه هي قعدت، لا تحجون وياها ولا كلمة، نزلوها جوا كبل. الخادمة جاوبت بصوت ناصي، وميكائيلا طول الطريق تسأل: وين رايحين؟ شنو هالمكان؟ الخادمة حذرتها بوجه جدي: أحسن ليش تتذكرين، إذا تجرأتي وتجاوزتي قدام سمو الأمير بعدين ما حد راح يقدر يخلصك. شقد ما حاولت ميكائيلا تسأل، الكل حواليها جنهم خرسان، ما حد يقبل يحكي ولا حرف زايد. صار لها 4 سنين، وأخيراً أجا هذا اليوم. الحارس فتح الباب ووجهه ما بأي تعبير، وذبحة جاية بكل برود: فوتي، سمو الأمير دا يستناك جوا. ميكائيلا أخذت نفس عميق ودفعت الباب الثقيل. بنهاية الغرفة كان واقف ليون، ظهره ينطي إحساس بالهيبة والضغط. منو كان يتخيل؟ هذا الرجال خلاها تحس بشعور غريب، وطلع هو زوجها صار لهم 4 سنين. ليون اندار على كيفه، وأخيراً الزوجين راح يتشاوفون رسمياً. ميكائيلا بالبداية كانت مفكرة إنه هذا الزوج اللي عمرها ما شافته راح يكون إنسان ينكره، بس هسه دا تشوفه عادة إنه هو طويل بشكل مو طبيعي، شكله مو سيء أبداً. بس بعدين رجعت فكرت بينها وبين نفسها: شقد ما يكون شكلك حلو، شنو الفايدة؟ بكل الأحوال هذا الزواج راح ينتهي بالطلاق عاجلاً أم آجلاً. وقبل لا تلحق ميكائيلا تحكي، ليون كسر السكوت وقال: أنتي منو؟ ومنين إجيتي؟ وشنو اسمك؟ نبرة صوتها جنها تحقيق ويا مجرم. ميكائيلا تعرف كلش زين إنه هاي فرصتها الوحيدة حتى تطلع منها مثل الشعرة من العجين. لازم تخدع الرجال اللي واقف قدامها لحد ما هو من كيفه يطلب الطلاق. بس من شافت نظرات ليون الباردة عرفت فوراً إنه هذا الرجال اللعب وياه مو سهل أبداً. إذا بس سويت روحي مسكينة خاف أنطرد بالثانية اللي وراها. تحذير الخادمة قبل شوية بعدها يرن بإذنها: أبد لا تباوعين بعيون سمو الأمير. ميكائيلا أخذت نفس عميق وأخيراً حجت، وبصوتها رجفة قالت: أني ما أعرف أني منه، وما أتذكر أي شيء عن المكان اللي كنت عايشة بيه. ليون مبين ما كان متوقع هذا الجواب، عقد حواجبه شوية وقال: شنو قلتي؟ ميكائيلا قررت تلعبها للنهاية، وجلبت بسالفة إنه هي فاقدة الذاكرة وما تتذكر أي شيء. على قولة مارثا، إذا انضربت براسك صدق ممكن تفقد ذاكرتك بالكامل، وممكن تعيش طول عمرك مثل المخابيل. ليون مبين عليه ما مصدق السالفة، ظل يباوع على ميكائيلا برود وقال: ما تتذكرين أبداً؟ حتى اسمك نسيتيه؟ ميكائيلا ما قدرت بس تهز راسها، وجاوبت بصوت ناصي: إيه. بس قبل لا تلحق تستوعب، ليون تقرب منها بلمح البصر. رجال بهالضخامة ويمشي بدون ما يطلع أي صوت. فجأة مد إيده ولزم حنجها، وكان يباوع بتركيز على الجروح اللي بوجهها. هذا الجرح مبين كلش يأذي. بعد يوجعك؟ ميكائيلا انصدمت، بس بسرعة سيطرت على روحها وجاوبته: عادي، هذا الجرح البسيط ما يسوى شيء. بس ليون ظل يباوع عليها وساكت، وأكو برود بعيونه يخلي الواحد يكش جلده. صدقني أني زينة. فجأة نتقرب منها أكثر، ونبرة صوته صارت تخوف: إذا تتجرئين وتتجذبين علي راح أخليش تدفعين الثمن، فهمتي؟ من باوعت بهالعيون البنفسجية قلبه وقف. معقولة حركتها هاي كانت غلط؟ ليون ما حاجة أي شي بعد، بس جاوبها برود: زين، رجعي لغرفتك. ميكائيلا همست بموافقة، اندارت وطلعت من الغرفة. بس بلحظة ما طلعت لمحت الصندوق اللي على الميز. هذا ذرضها، كانت عبالها ضاع، وما توقعت أبداً أنه راح يوقع بإيد ليون. بس الوضع حسه كلش محرج، بما أنه هي مسوية روحها فاقدة الذاكرة، مستحيل تقدر تمد إيدها وتطالب به. ميكائيلا تعرف كلش زين أنه هسه هي مجرد المرة المسكينة اللي تأذت بسببه وفقدت ذاكرتها فوقها. خلي نشوف الأمير شو راح يسوي تالي. ناوي يعوفها بكل قساوة لو راح يبقيها يمه من باب المسؤولية؟ هاي مسؤولية سموك. كنت أدري راح تقول هيك يا روبرت. إذا عفت هاي المرة المسكينة هسه وصار بيها شيء، ذنبها راح يوقع برقبتك. ليون ضاج من هالحكي وما قدر يلزم روحه وصاح: كافي، افتهمت. انداري باوع على يان وقال له: انت شو تقول؟ يان صفن شوية وبنبرة بيها حذر قال: أتوقع هاي خطة ملعوبة من الطرف الثاني حتى يتقربون منك. لازم نخلي عيننا عليها. يتقربون مني بقصد؟ عيون ليون صارت تباوع بتركيز أكثر. لعد ليش نخليها تفتر برا؟ أحسن وآمن ونخليها جوا عيننا. وأخيراً هدأ وكال،
ماشي، اخذوها وخلوها تجي ويانا. العربانة ظلت تطمس طول الطريق، وليون كان قدام القافلة يوصل ميكايلا لمكانها. حكى بنبرة باردة: أول شي نروح القصر كينوود حتى يشوفها طبيب القصر، وبعدين نرتب لها مكان تبات بيه. من سمعت باسم المكان قلب ميكايلا وقف. قصر كينوود، هذا المكان اللي يعيش بيه الأمير. خافت دخلة للقصر هالمرة ما راح تكون بهالسهولة، وأخيراً عبرت المرحلة الأولى. ميكايلا وهي قاعدة بالعربانة حست روحها محظوظة شوية، والفضل يرجع البخل جون ستانلي اللي ولا مرة خلاها تحضر مناسبات اجتماعية، فما حد يعرف شكلها هسه. والأنقح من هيج اللي كانوا شايفيها أصلاً ماتوا. وبهاي اللحظة واحد من الحراس برا تقرب بسرعة وهمس الليون بصوت ناصي: سموك، أكو ناس تتلحقنا من ورا. ليون صفن وكال: من شو كت هالحكي؟ نظرة الحارس صارت جدية وكال: يقولون من قصر فونتس. شلون قدروا يلاحقوكم لهناك؟ ليون حس أكو شي مو طبيعي وكال: روحوا خلصونا منهم بدون ما تطلعون صوت، والكل يوقف يرتاح هنا. ليون أمر الجماعة يعيدون ترتيب وضعهم بمكانهم، وبعدين مشى للعربانة ودق الباب على كيف. قال الميكايلا بهدوء: انزلي حركي نفسك شوية، ورانا طريق طول الليل. ميكايلا وافقت، لبست القمصة مالتها ونزلت. شكلها راح تقضي باقي الطريق نايمة بالعربانة، بس بعدين بنفكرت بيها ليون على الأقل دبر لها عربانة، يعني المعاملة أحسن من ما كانت متوقعة. باوعت على ليون ويان واقفين مو بعيد، مبين عليهم دي يتناقشون بموضوع مهم، بس خاف الطريق الجاي ما راح يكون سهل. ميكايلا كان دائما بالها سؤال واحد بمكان ليون: شي يسوي بقصر فونتس، هذاك القصر اللي احترق وصار رماد قبل 2 سنين؟ وبينما هي دايخة وتفكر، ليون كان يباوع عليها من ورا. ميكايلا سوت روحها ما منتبهة، وحتى قامت تتمغط. من شاف هالمنظر ليون فجأة استوعب الشغلة. طلعوا ذول اللي يلاحقوهم مو قصدي هو أصلا. معقولة هاي المرة هي هدفهم من البداية للنهاية؟ يان باوع على ظهر ميكايلا وكال: معقولة هي تنهزم من أحد؟ روبرت حكى ببرود: يجوز تنهزم من عائلة تعذبها. منو هذولا؟ يقولون هم مجرد شوية بلطجية مأجورين، ما تقدر تطلع من حلقهم أي حجاية بيها خير. ليون سألهم: نظفتوا المكان؟ على الأقل هذولا ما راح يقدرون يمشون على رجليهم هالأيام. ماكو أي خيط للموضوع. هالمرة وقعنا بمصيبة كبيرة. العربانة دا تمشي سريعة بنص الليل، وميكايلا قاعدة بيها وقلبها مقبوض، تحس روحها صدق وقعت ورطة هالمرة. وصلنا. العربانة وقفت على كيف، وميكايلا فتحت الباب ونزلت. البناية اللي قدامها خلتها تصفن. هذا قصر الإمبراطورية الشرقية، هذا هو قصر كينوود اللي يحجون بيه. من باوعت على هالقصر الفخم مشاعر ميكايلا تخربطت. حسب القدر الأساسي هذا المكان كان المفروض يكون إلها، بس هسه هي رجعت له بغير صفة. خاف كل خطوة جاية راح تقلب الدنيا. باوعت على الباب الفارغ وقالت بقلبها: ليش ماكو أحد يستقبلنا؟ ليون كان حجاية بدون ما يلتفت: امشي وراي. يلا. ميكايلا استوعبت السالفة، هي بعد مو زوجة ولي العهد، شلون تتوقع الناس توقف طوابير تستقبلها؟ من هسه وجاي لازم تدير بالها بكل خطوة تخطيها. بس هي كانت مجهزة خطة بديلة. فقدان الذاكرة هو أحسن عذر، وإذا زلت بلسانها أو بينت شي غلط قبل تذبها براس إنه هي ما تتذكر. ليون طببها جوا واندار سأل الطبيب اللي يمه: شلونها هسه؟ الطبيب جاوبها بصراحة، وكان إنه جروحها الجسدية تقريبا طابت وماكو شي خطير. بس مبين ليون مو هذا اللي همه. نص صوته سأل: وذاكرتها؟ الطبيب تنهد وكال: بصراحة ما حد يقدر يجسم شي دا يصير بداخل راسها. قبل كان أكو جنود ينضربون براسهم وعمرهم ما يرجعون مثل الأول، هسه احنا بس نقدر نراقب، فلازم نخليها تحت المراقبة لفترة طويلة. افتهمت. تقدر تتفضل هسه. تأمر سموك. ميكايلا تتباوع على الباب المسدود وقلبها يدق سريع. هذول ملتمين دا يتناقشون شلون يطردوها. بالنهاية هذول عائلة مالكة، حتى اللي يكنس الشارع يسألون عن أصله وفصله ل3 أجيال. واحدة مجهولة مثلها شلون تتوقع تبقى بهالسهولة؟ روبرت راد يحكي، بس ليون قاطع قبل. ليون باوع على ببرود وكال: لا عبالك ما أعرف شو دا يدور براسك. تريد تاخذ مسؤولية هالمرة؟ تريد تبقيها يمي مو؟ هسه صار دور ميكايلا حتى تنصدم. شلون الأحداث تمشي عكس ما توقعت تماما. الظاهر هذا الرجال سوالفة شد أكثر من ما كانت متصورة. روبرت باوع بجدية وكال: بصفتي فارسك أشوف هالشي طبيعي. لا أني متزوج. ميكايلا كلبت علمها بقلبها. الاثنين ظلوا يتناقشون فترة طويلة وما فكروا حتى يسألوها عن رأيها. ليون بكل هدوء قال: بما أنه تردين تبقين لعاد لازم يكون عندك اسم جديد أول شيء. وبكل برود ذبله كم كلمة. من سمعت ميكائيل الحكي رادت توقع من طولها. هاي شلون طريقة يسمون بيها بشر؟ مبين عليه دا يصيح على حيوان أليف مالتهم. المهزلة مهزلة، بس الشغل لازم يمشي. رئيسة الخدم أخذتها للقصر وأعلنت للكل: من اليوم وجاي هي واحدة من عندنا هنا. من باوعت ميكائيل على الخادمات الواقفات بانتظام، عرفت كل الزين إنه من تلبس هالهدوم صدق بعد ما تقدر ترجع لشخصيتها القديمة. بهال4 سنين ميكائيل تعلمت حقيقة واحدة: إنه بلاء اللي يطيح حظهم يعيشون عيشة أسوأ من الناس العادية.
أول ما طبت للقصر الكل كان يباوع عليها بنظرات تاكل الأكو والماكو. لو مو ليون جايبها بيده كان هذول طردوها من زمان، بس أشوى ميكائيلا كانت سريعة بشغلها وبسرعة اندمجت ويا الناس اللي حواليها. الخادمة كانت تمدح بيها وهي مثلها، بس فجأة الخادمة غيرت الموضوع ونصت صوتها وقالت: تدرين الكل كان خايف بوقتها. ميكائيلا استغربت وسألتها: ليش؟ الخادمة تنهدت وقالت: هذا مو سر هنا بالقصر، سمو الأمير معروف إنه يكره النسوان، بس هو جاب بنية بإيده للقصر. هالسالفة خلت الكل ينصدمون. ميكائيلا وقفت شغل وكانت تحكي بقلبها: يكره النسوان؟ لعد ليش جابني وياه؟ وقبل لا تلحق تفهم السالفة إجا صوت صياح رئيسة الخدم. الاثنين بسرعة سكتوا ورجعوا يشتعون. مبين إنه سوالف القصر أعمق من ما كانت متصورة. الخادمة صاحت على إيلا وذكرتها إنه عندها كومة شغل اليوم. ميكائيلا بسرعة قالتها صار. بالحقيقة اسم إيلا هو مجرد اسم مؤقت اختاره ليون هيك على الماشي. بوقتها سألها بكل برود: عندك اسم يعجبك؟ وطلعت ميكائيلا من اقترحت اسم هو شافه قديم ومو حلو. ميكائيلا كلبت عيونها بقلبها وقالت: بما أنك تعرف لعد ليش تسوي هوسة وتسألني من الأساس؟ بس هسه مو وقت تدوخ راسها بهالسوالف، لازم تتحرك بسرعة وتجمع معلومات قد ما تقدر، لأن هي اختلت هنا لسبب واحد بس، حتى تلقى هذاك الصندوق المبيوك. السالفة تحسها قوية. أمير شجعاته يوقف يبوك قدام العالم وهو يعرف كل الزين هذا الغرض راجع لمنه، بس ضمه وما يقبل يرجعه. وحتى لا تخلي أحد يشك بيها، ميكائيلا ما قدامها غير تتحمل بالبداية وتكنس القاع كل يوم من كل قلبها وتسوي روحها خادمة معدلة أكثر من أي وحدة ثانية. الخادمة رجعت تلح عليها وتقول لها نظفي القاعة الكبيرة. ميكائيلا تبي إنه الفرص تجي من وراء الشغلات البسيطة، ما دام تقدر تتقرب من هذاك الرجال الحقيقة مصيرها تبين. ظلت تشتغل طول اليوم لحد ما ميكائيلا حست روحها راح تنشل من التعب. الشغل بالقصر ما يخلص لو شي يصير، بس هالتعب ما راح بلاش. على الأقل بدأت تفهم تفاصيل المكان شوية شوية. ميكائيلا اكتشفت إنه الكل بهالقصر حلقهم مسدود، وإذا تريد تسأل على شي مهم أصعب من صعدة السماء. بس من تجيب طاري سمو الأمير ما حد يسد حلقه وكلتكم تلغي. الخادمة من حكت على ليون وجهها كان يلمع من الإعجاب وتقول هو مو بس حلو، لا عبقري بالسيف وبالقلم، يعني باختصار كامل مكمل. من سمعت هالنفخ والتفيك ميكائيلا كالت بقلبها: صدق هو هيك زين؟ وبعد ما تعبت وداخت تأكدت من شغلة واحدة بس، وهي أنه حياة ليون الخاصة وخصوصاً إذا كان متزوج لو لا ما حد يعرف عنها أي شيء. الظاهر هذا الرجال ضام سوالف أكثر من ما كانت تتخيل. ميكائيلا قعدت على حافة الجرباية وتفكر. سمو الأمير ليون شخصيته صدق غريبة، علاقته بأمه الحقيقية الملكة الأم كل زفت، بس هو وفي الأخ والإمبراطور لدرجة العناد. الظاهر هذاك الزواج المضحك 80% منه كان أمر من الإمبراطور نفسه. ميكائيلا تعرف كل الزين إنه مستحيل تروح تترجى الإمبراطور يعطف عليها. أحسن طريقة هي تخلي ليون تطق روحه وما يتحمل ويقوم هو من كيفه يفسخ الزواج. بس السؤال هنا هو ليش يكره النسوان؟ واحد بهالجمال شلون ممكن ماكو بنات يركضون وراه؟ ميكائيلا حتى كانت تفكر بسوء نية. معقولة شايف نسوان هواي لدرجة لعبت نفسه منهن؟ دا تفكرين هواية ميكائيلا، نامي أحسن لك. هالشهر كان كل شي قهر، هي جاية هنا حتى تلقى شخص، والنتيجة الطرف الثاني كان يلعب وياها ختيلان وحتى ما شوفها وجهها. شهر مر بلمح البصر والرجال أخيرا بين بالغرفة مالت المكتب. سأل ببرود: شلون دا تشوفين الوضع؟ الخادمة جاوبت باحترام: طول هالشهر سويت مثل ما قلت لي وخليت عيني على الخادمة الجديدة. ليون سأل ببرود بدون ما يرفع راسه: وشنو النتيجة؟ الخادمة نصت صوتها وكالت: هاي البنية أبد مو سهلة، حتى أختبرها تعمدت أنطيها أوسخ وأتعب شغل وذبيتها كلها براسها. بس منو كان يتخيل إنه ميكائيلا مو بس ما تذمرت، بالعكس اشتغلت أحسن وأسرع من أي واحد بينا. ليون تفاجأ شوية هسه، صدق هي دا تشتغل هيك زين؟ الخادمة هزت رأسها بتأكيد، هي صار لها سنين بهالقصر، ياما شافت أشكال وألوان من الناس. التمثيل ممكن يمشي 3 أو 5 أيام، بس مستحيل تقدر تضم عليها شهر كامل. طريقة ميكائيلا بالشغل تبين إنه هي وحدة معدلة ومتعودة على الشغل الثقيل. ليون سكت شوية وبالأخير بس أنطى أمر للخادمة: ظلي راقبيها ولا تستهينين بيها. بعد ما طلعت الخادمة ليون غط بصفنة طويلة وحدة. معقولة أني دا أفكر زايد؟ صدق هي مجرد خادمة عادية، بس هذا الإحساس اللي مو مريح منين دا يجيني؟ أرتاح؟ الخادمة فجأة حكت وكالت لميكائيلا إنه شافتها هالشهر شلون دا تتعب بالشغل. باكر عندك يوم استراحة. هاي الإجازة اللي إجت من حيث لا تحتسب خلت ميكائيلا تصفن وما تعرف شو تجاوب. هالشهر جانت تفتر مثل الخذروف كل يوم من التعب، بس تحط راسها على مخدة تغفى. حتى ما حست شلون الوقت ركض. بس هسه بما إنه صار عندها وقت فراغ إجا وقت الشغل الجد.
ميكايلا تعرف كلش زين هي ما طبت للقصر حتى تصير الموظفة المثالية. التحدي الحقيقي هو تلقى وثيقة القسم المهمة. بس هالسالفة مو هينة. مكان قعدة ليون محصن جنة قلعة حديد، كل حراسة وجماعة المقربين. مو بس الغريب ما يقدر يطب، حتى التقرب منه أصعب من صعدة السماء. لو تسوي روحة تيهة الطريق، لو تتسلل بالختلة، وإذا انكشفت بعد ما تقدر تبقى هنا دقيقة واحدة. وبينما هي مترددة فجأة مدت إيد من وراها ولزمتها كلها. بهاي اللحظة ميكايلا حست روحها بينها وبين الموت خطوة واحدة. ليون سأل بنبرة باردة: بشنو تفكرين؟ شلون تتجرئين تفترين هنا؟ باوعت على السيف الطويل اللي يلمع مو بعيد عنها، مبين عليه كان صدق معصب. تتخبلتي؟ تردين تجين هنا تموتين؟ ميكايلا رادت تشرح وتقول إنه ماكو شي، بس هو قاطعها كبل. ليون باوع عليها بحده وكال: من ورا دختلك هاي فارسي كان راح يموت قبل شوية. هاي ساحة التدريب، وقلت لكم من زمان ممنوع الدخول هنا. شجابك هنا؟ ميكايلا دافعت عن روحها بصوت ناصي وكالت إنه هي كانت بس تتمشى وترتاح وما تدري إنه ممنوع تفوت هنا. ليون سأل جماعته عن وضعهم هيج حل ماشي. واحد من عندهم جاوبه كال ماكو شي، وأشوى الخادمة ما تأذت. من سمعت هالحكي فجأة إجت صور ببال ميكايلا من زمان. كان أكو ناس يخافون عليها ويهتمون بيها بكل حنية، وحتى عزموها تشرب شاي وياهم. وقبل لا تلحق تصحى من ذكرياتها ليون أشر عليها وصاح: ليش بعدك واقفة؟ اطلعي منه بساع. ميكايلا اخترعت وما قدرت بس تدنق راسها وتقول صار بساع. منو بينا ما يغلط؟ هذا الرجال أعصابه جنها واحد ماخذ دواء بالغلط، لازم يعني قدامها الناس كلها يفشلها هالفشلة. وهو يباوع عليها تبتعد، ليون ظل واقف بمكانه وما حكى ولا كلمة. الحارس أجا يركض ينطي خبر، قال إنه الشريك اللي انهزم قبل أخيراً لزموه. بعد ما سمع ليون هالحكي وجهه ما بين عليه أي تعبير، بس جاوب ببرود: زين كلش، أخذني أشوفه هسه، وامشوا ورايا ونفذوا أوامري. ميكايلا دا تتمشى وحدها بالحديقة، وفجأة سمعت عركة بنهاية الممر. ما أقدر، شلون أخون سمو الأمير؟ الصوت جذب انتباه ميكايلا وظلت تفكر: منو هنا بعز الظهر؟ تقربت تباوع زين، شافت خادمة خاتلة بالظلمة ويا خيال أسود. ميكايلا ختلت ورا العامود، وأول شيء إجا ببالها إنه ذولا حبايب دا يتعاركون. قالت: يجوز فتت بشي المفروض ما أشوفه؟ بس قبل لا تستوعب السالفة الخادمة فجأة اندارت وعيونها باوعت بحدة. ميكايلا قلبها وقف. الموقف صار محرج هسه، هي صدق ما كانت قاصدة تتصنت على هيج إصرار. الجو مبين بيشي غلط، ما استرجيت تبقى أكثر، وبسرعة اندارت وانهزمت. ميكايلا دا تشكر صار، والخادمة فاتت من يمها. فجأة سمعت صوت كسرة قوية بإذنها. ميكايلا باوعت لي جوا، شافت كف إيدها مشخوط والقاع متروسة تساز مال مزهرية مكسورة. وقبل لا تلحق تستوعب الخادمة طلعت وراها فجأة وبنبرة كلش قاسية قالت: ما تقدرين تديرين بالك شوية؟ هاي أغلى تحفة عند الليدي ماكبث، وبالعادة حتى ما تقبل أحد يطخها. ميكايلا ما مصدقة، هاي المرة صدق تريد تكسر المزهرية وتذب البلوى كلها براسها. باوعت بعين الخادمة وسألتها كلمة كلمة: دا تجذبين هيك جذبة؟ صدق مستعدة تدفعين الثمن؟ الخادمة مبين ما توقعت إنه ميكايلا تتجرأ وترد عليها، كامت تتمتم وما عرفت شو تحكي للحظة. بس بعدين عصبت وأشرت على ميكايلا وصاحت: انتي وحدة تشتغلات هنا مؤقت، شلون تتجرئين تحكين وياي هيج؟ تردين تلمين غراضك وتطلعين برا؟ وبنص ما كانوا يتعاركون وصوتهم عالي، فجأة إجا صوت هيبة من نهاية الممر يسأل: شد يصير هنا؟ طلعت الليدي ماكبث. الخادمة قالت: كل صوت هالمرة. بس الليدي ماكبث مبين ما عدها خلق تسمع هالسوالف التافهة. قاطعتها ببرود وقالت: كافي، نظفوا هالمكان بسرعة، وما ريد أحد يتأذى مرة ثانية. الخادمة رادت تتعذر وتبرر، بس الليدي منطتها أي مجال، دارت وجهها ومشت. بنص الليل رجعت ميكايلا لغرفتها البسيطة وحدها. باوعت على إيدها المجروحة من القزاز، كان عليها لفة قوية بس الدم بعد يبين منها. الألم كان يموت. فكرت ويا روحها: إيدي بهالحالة أكيد ما راح أقدر أشتغل شغل ثقيل. الخادمة شمت ريحة غريبة، فميكايلا وضحتها لها: هاي أعشاب حتى الجرح لا يلتهب. وبما أنه ما تقدر تطخ المي بإيدها، الخادمة دبرت لها شغلة بالمطبخ حتى تساعدهم اليوم. ميكايلا عبالها السالفة مجرد شغل عادي، بس ما حست أبد إنه أكو عيون بالظلمة تراقبها. هالشخص كان يفكر: هالبنية يجوز سمعت شي ما لازم تسمعه، وللضمان لازم نلقى فرصة نخلص من هالمشكلة نهائياً. أكو شخص بالظلمة أنطى أمر بالموت، لازم تنطرد، وإنه راح تتحملون العواقب. بهالوقت ميكايلا ما كانت تدري إنها صارت شوكة بعيون غيرها. مشت ورا الخادمة حتى تتعرف على المطبخ اللي يعتبر قلب قصر كينوود،
ومسؤولين بشكل خاص عن أكل سمو الأمير، يعني الغلطة هنا ممنوعة. الخادمة تقربت منها بشكل سري وقالت لها: راح أقول لك سر، سمو الأمير صار لسنين مسافر، وهالمرة من يرجع راح يسوون حفلة صغيرة قدام الناس، يقولون حتى يحتفلون بسلامته، بس بيناتهم يسولفون إنه الأمير وقع بحب بنية هالفترة، وهالحفلة غالبا مسويها بس حتى يعزمها. ميكايلا انصدمت لحظة. بنية؟ معقولة هالأمير المغرور قلبه دق لحد؟ إذا صدق عنده حبيبة، ميكايلا حست إنه هاي فرصتها حتى ترجع توقف على حيلها. هاي ورقة رابحة حتى تطلع من الورطة اللي هي بيها، بس لازم تعرف شلون تستغلها البنية الغامضة. بس قبل لا تلحق تفكر زين، فجأة صارت هوسة برا. منو كان يتوقع إنه خادمات القصر كلهن وقعن بالقاع فجأة وبدون أي سبب مفهوم. رئيس الطباخين همين داخ، مبين الكل أكل من نفس الأكل، لعد ليش بس هالخادمات صار بيهن هيج. الليدي ماكبث كانت فاعرة من العصبية ورادت تفسير من رئيس الطباخين. من باوع على المواعين المقلوبة بالقاع قام يعرق من الخوف. المكونات اتفحصت زين، بس المصيبة وقعت بإياس خادمات القصر. السالفة كبيرة هسه، تسمم بقصر كينوود. هاي جريمة تطير بيها رقاب. منو اللي قلبه ميت وسواها؟ شك إنه أكو شخص تلاعب بالشوربة. ميكايلا ظلت تباوع على جدر الشوربة، كانت حاسة أكو شي مو طبيعي. الليدي ماكبث استوعبت السالفة هسه، أكو واحد متجرأ وحاط سم بالشوربة. بهاللحظة اجت خادمة تركض وتصيح إنها شافت الحقيقة. قالت أكو شخص استغل إنه الكل ملتهي وذب شي بالجدر بالختلة. الليدي ماكبث سألتها ببرود وصارمة: منو سواها؟ الخادمة لخعت إيدها وهي ترجف وأشرت على ميكايلا اللي واقفة مو بعيد وقالت: هاي هي، شفتها بعيني تتلاعب بالأكل. أني؟ ميكايلا انصدمت. شلون يقولون هي اللي سمت الشوربة؟ الخادمة اللي اتهمتها كانت تحكي بثقة: هاي البنية الجديدة أم شعر الأحمر تريد تموتنا كلنا. التهمة كانت ثقيلة كلش، وميكايلا عرفت إنه السالفة مو سوء تفاهم، بل أكو شخص دا يخطط يوبتها بمصيبة. الليدي ماكبث باوعت لها ببرود وتأكدت من الشهادة، وبعدين أنطت أمر يحبسوها بغرفتها بالبداية. اللي دبروها المكيدة ما راح يسكتون، ليش ما يطردوها ويخضون السالفة؟ الليدي ماكبث دارت وجهها ومشت، ما عاد بيدها قرار بهالموضوع. سمو الأمير مو بالقصر هسه، ومن يرجع هو راح يحقق بقضية التسمم بنفسه. وبزنزان وغالمة واحد من التابعين قدم تقريره بصوت ناصي: المكان تفرغ وما حد راح يزعجك. ليون سأل ببرود: وين السم؟ الرجال جاوبوه: تخلصنا منهم أول ما لزمناهم. نبرة ليون كانت هادية، كان يسولف وكأن الموضوع تافه، وقال: تريدون تسوون هوسة كبيرة على هيك شي؟ أكيد السالفة بيها فلوس هواي، بس راقبوا الفلوس وين دا تروح وراح تلزموهم بسوية. مبين ورا مسرحية التسمم هاي أكو سر أكبر مخفي. التحقيق بالزنزانة مستمر، واليوم باوع على الرجال اللي قدامه وسألت له في أقبلة قاتلة: شنو اسمك؟ منين إجيت؟ ومنو جزك؟ بس الرجال كان مثل الأخرس، ما قبل يحكي ولا كلمة. ليون ابتسم باستهزاء وذكره: حتى حياة وموت عائلتك ما تهمك. الرجال رفع راسه وحكى ببرود تام، قال: لا عندي بيت ولا شغل وماكو شي أشرحه. ليون شاف السالفة مثيرة للاهتمام: تخاطر بحياتك على مود هالفلوس القليلة؟ تسوى صدق؟ الرجال سكت شوية وبعدين حكى الصدق، قال: ما عنده مبادئ عظيمة، السالفة كلها على مود مصلحته. من سمع ليون هالحكي خلص صبره وما راد يضيع وقته ويا هيج نماذج بايعة ومخلصة. صاح الجيريمي وأشر لجماعته حتى يستلمون المهمة. قال: راح أعوف الباقي عليكم، مبين هذا راسه يابس ولازم نستخدم وياه طرق أقسى. جيريمي استلم المهمة وتأكد لآخر مرة: أكو حدود أو ممنوعات بالتحقيق؟ ليون جاوب بكلمة واحدة وبتون ما يباوع له: لا. دار وجهه ليون وطلع من الزنزانة وعاف وراه كل الصرخات ورا هذاك الباب الثقيل. وبزنزانة رطبة وظلمة جيريمي قام يتقرب أكثر وأكثر، والسجين من الخوف قام يرجع لي ورا ويحتمي بالحيط. السجين قال: شقد ما تعذبوني ما راح أحكي. جيريمي ابتسم باستهزاء، نبرته كانت هادية لدرجة تخوف، وقال: غريبة، كل اللي يجون لهنا يقولون نفس هالحكي بالبداية، بس بالنهاية يعترفون. العائلة المالكة مقبلة على تغييرات، وقائمة الملكات الجايات راح تنعلن رسمياً بالمهرجان الجاي. نيكولاس لازم يسوي هالشي قبل لا تهدأ الأوضاع ويلقى الراس الكبير اللي متخفي بالظلمة. شعور مو حلو من الظل شاكب أحد، بس هذا هو قدر العائلة المالكة. ليون التفت لروبرت وسأله: الوسيط دز أي خبر؟ روبرت اللي كان واقف يمه جاوب بصوت ناصي: بعد ماكو أي حركة. مبين لعبة الشطرنج هاي أعقد من ما كانوا متوقعين. سأل: جيريمي لقيت شي؟ وجه جيريمي كان مليان دم ونبرته كانت كلش جدية. قال: يجوز صار شي بقصر كينوود. وبنفس الوقت ميكايلا قاعدة وحدها دا غرفة وقلبها مقبوض، كانت تدري إنها بس تنتظر الأمير يرجع وراح تنطرد فوراً، وما حد راح يسمع تبريراتها والكل راح يصدق حكي الخادمة. والمصيبة الأكبر إذا إحساسها طلع بمحله فما بقى عندها وقت واي. وبهاللحظة طلعت طقة فجأة من برا الباب. ميكايلا التفتت بسرعة وظلت تباوع على الباب المسدود بهدوء الليل.
قفل الباب طلع صوت خفيف وانفتح الباب على النص وأكو خيال فات بهدوء. هاي المرة عيونها كانت باردة وهدفها واضح كلش. راحت قبل على الشرباية وما ترددت أبد. طلعت خنجرة من هدومها وضربت البطانية حيل، بس الشرباية كانت فارغة. ما لحقت تستوعب الصدمة، وميكايلا طلعت وراها مثل الشبح ولزمت رقبتها بقوة. ميكايلا قالت لها ببرود: لا تتحركين، ذبي السكينة وإلا تموتين هسه. الخادمة اللي كانت مبينة شرسة قبل شوية ماتت من الخوف وقامت تبكي وتتوسل وتقول إنه السالفة مو بيدها، وتترجع ميكايلا تعوفها عايشة. ميكايلا جرت الخنجر وحكت باستهزاء: إذا ما تعرفين تلزمين السكينة لا تقومين تلوحين بيها، لأن بالنهاية راح تأذين نفسك. ليش تتحاولين تورطيني؟ منو دزك علي؟ الخادمة انهارت بالبكي والقحة وقالت إنه مجبورة وما باليد حيلة، عائلتها مطلوبة لمرابين، وإذا ما سوت اللي يقولون عليه أختها راح تنباع. ميكايلا ما بين على وجهها أي ردة فعل من سمعت هالحكي. صح القصة تقهر، بس شكوا بيها هي. الخادمة حتى تخلص روحها اعترفت بالحقيقة بسرعة: إذا خلصنا من ميكايلا الليلة ديوننا كلها توقع. وقالت إنها كانت رايحة للحديقة حتى تاخذ التعليمات الجديدة من هناك. مبين الطرف الثاني عبالة إني كنت بالحديقة وشفت شي ما لازم أشوفه. ميكايلا سألتها ببرود: ليش استهدفتوا الخادمات؟ الخادمة لزلت راسها ووضحت: الليدي ماكبث ما يفوتها شي، بس تغلطين يا تتعاقبين يا تنطردين من القصر قبل. ميكايلا لكفتها وهي طايرة: يعني بس أنطرد من القصر تقدرون تخلصون مني برا بدون ما أحد يحس. الخادمة ترددت وقالت إنها ما تعرف شنو الخطة اللي بعدها. ميكايلا باوعت من الشباك على عتمة الليل. قصر كينوود هو مقر الأمير والحراسة بيه مشددة لدرجة الذبانة ما تهوت، بس قد ما كان خطة دفاع قوي بس يصير أكو خائن بالنص، يصير كله مجرد ديكور. اللي برا دا يستغلون هالخادمة ويلعبون لعبة شبيعة. ميكايلا دارت وجهها ونبرتها صارح حادة كلش: تدرين ايش سويتي؟ الأعشاب السامة اللي ذبيتيها بالشوربة كانت ممكن تذبح أحد. الخادمة انصدمت وما قدرت تحكي ولا كلمة، قامت تهز براسها وتصيح وهي تبكي: والله ما كنت أدري أنه سم، قالوا لي بس يسوي وجع بطن. وبهاللحظة فجأة طلعت أصوات خطوات ثقيلة برا الباب. ميكايلا ما لحقت تستوعب وسمعت طقة قوية. الباب انفتح دفر وميكايلا ركزت زين والكل انصدم. طلع ليون واقف بالباب. ميكايلا بعدها الخنجر بإيدها وهسل وتحلف منها الباكر ما حد يصدقها. رادت تشرح لهم بسرعة وتقول إنه هالسكينة مو إلها أبد، بس قبل لا تكمل حكيها الخادمة اللي يمها فجأة قلب وجهها وقامت تبكي قدام ليون وتقول له إنه ميكايلا خطفتها وجابتها لهناك، وحتى قالت إنه ميكايلا رادت تقتلها. ليون باوع الميكايلا ببرود وسألها ايش يصير هناك، وقبل لا تنطي أي ردة فعل أمر جماعتها ياخذون الخادمة. بقوا بس هم الاثنين بالغرفة. الجو كان يخنق لدرجة الواحد ما يقدر يتنفس، بس بهاللحظة عيون ليون وقعت على إيديها. باوع على الجرح اللي بيد ميكايلا وسألها بصوت ناصي: شلون صار هيج؟ ميكايلا ما صدقت. هالرجال البارد خايف عليها؟ مستحيل هالحكي. ميكايلا بسرعة ضمت إيدها المجروحة وقالت له هذا مجرد حادث صار وهي تنظف وما يستاهل سموه يشغل باله بيه. ليون ما عجبه هالحكي أبد وسأل ميكايلا قبل: صدق الخادمة اتهمتك بمحاولة قتلها؟ ميكايلا تدري إنه موقفها ضعيف هسه، بس مع ذلك باوعت بعيون ليون وقالت له: الخادمة دا تكذب، هي اللي كانت ناوية تقتلني. ليون ابتسم باستهزاء وقال: الخادمة صار لها سنين تشتغل هناك، ليش أصدق بخادمة جديدة؟ ميكايلا تدري زين إنه ما عندها أي دليل يخليه يصدقها، بس سألته بهدوء: شنو الدافع اللي يخليني أقتلها؟ معقولة أدمر مستقبلي بيدي؟ من سمع كلمة دافع نظرة ليون تغيرت وصارت بيها شوية سخرية. مبين السالفة مو بهالبساطة. فجأة ليون انداع وشال المخدة من الشرباية وقال إنه وصل تقرير اليوم وتفاصيله كلش دقيقة. التقرير يقول أكو شخص رشا خادمة حتى تحضر عزيمة القصر الجاية وتنفذ خطة سرية. ميكايلا سألته وهي مسوية روحها هادية: وشنو هي الخطة؟ ليون جاوبها كلمة كلمة: خطة اغتيال. ميكايلا انصدمت وسألتها بدون ما تحس: منو اللي قلبه ميت ويتجرع يجي يقتلك؟ أفكارها تخربطت. هالشي ما كان بالحسبان أبد. إذا مات ليون هسه هي بعدها ما متطلقة منه وكل شي راح يتدمر. بس حكاية ليون الجاية خلتها تجمد بمكانها. قال إنه مو هو الهدف بل أخوه. ميكايلا ما صدقت أذنها. الهدف طلع جلالة الإمبراطور وأكو شخص ناوي هاجمه قدام عيون ليون. ليون باوع الميكايلا وسألها: بما أنه الاغتيال يستهدف الإمبراطور ليش طشتي هيج؟ ميكايلا أكلت روحها بداخلها. من الصدمة بينت مشاعرها الحقيقية على وجهها بدون نقتصد. بسرعة غيرت الموضوع واقترحت يلغون العزيمة، بس ليون كان هادي كلش وقال إنه العائلة المالكة ما تتهدد بهيج سوالف وما يخافون لدرجة يبطلون شغلهم. طلع ليون يدري زين إنه الليدي ماكبث حابسة ميكايلا بالغرفة، يعني اتهامات الخادمة كلها كذب. ميكايلا داخل راسه هسه بما أنه يدري هي مظلومة ليش لاف السالفة هاللفة الطويلة. ليون تقدم خطوة ونبرته صارت أخضر. قال اللي يريد يعرفه صدق هو: ليش الخادمة رادت تقتلك؟
ميكايلا باوعت بعيون ليون وحست بغضب ما يتفسر. معقولة هالرجال البارد دا ياخذ ثارة؟ الخادمة اللي كانت تحكي قبل شوية ماتت بس لأنها شافت ذيك الأشياء. ليون قال ببرود: مو صوتك، لا تاخذين السالفة على نفسك. معقولة دا يواسيني؟ اللحظة اللي فاتت كانت خيال. موت الخادمة هو مجرد بداية. قصر كينوود هسه مقلوب قلاب، وحالة الخادمات اللي شربن الشوربة تسوء أكثر. ليون سأل بوجه بارد: ايش صار؟ الدكتور جاوب بحسرة: سموت، هالخادمات أكيد تسممن بأعشاب سامة، وإذا ما عرفنا نوع السم ما رح نقدر نسوي لهن علاج. بس هسه الخادمة الوحيدة اللي تعرف الحقيقة ماتت. ميكايلا من سمعت هالحكي اجت أبارة فكرة، بما أنه لازم يلحقون نوع السم، فبدال ما يظلون يضربون خماس بستاس هنا، أحسن شي يروحون للمصدر حتى يتأكدون. دارت وجهها ومشيت قبل بدون أي تردد. ليون ظل يباوع قرحه وهو ساكت. هالبنية صدق تعرف شي؟ يمكن أقدر أحسر ايش دا يصير، بس لازم أتأكد. قالت إنه هالشي راح يجيب بس الوجع، هي غالبا ما تدري بيا ظروف أخذ هالسم، وبما أنه هالبنية حذرة أكيد ما راح تستخدم السم كله مرة واحدة. المهم ألقى شوية اللي بقت. وبهاللحظة فجأة أكو إيد انحطت على كتفه. ليون صاح بصوت ناصي: إيلا، بعد ما تقدرين تتصرفين وحدك، السالفة كلش خطرة، شو تسوين هنا؟ ميكايلا انصدمت وللحظة ما عرفت شلون تشرح له. معقولة؟ ميكايلا باوعت على زاوية الميز وفجأة استوعبت: لحظة، إذا هو صدق هالشي أكيد راح يكون هنا. وصدق لقته، مبين كل توقعاتها كانت بمحلها. وبهاللحظة ليون لحقها مرة ثانية ومبين عليه راح يتخبل. إيلا، مو قلت ممنوع تتحركين وحدك؟ ميكايلا اندارت عليه ونبرتها كانت هادية على غير العادة. بهاي الحالة سموك راح يكون مسؤول عن حمايتي. ليون باوع لها وسألها: على شنو تدورين بالضبط؟ ميكايلا قامت تشرح وهي تلم بالأعشاب. هاي الأعشاب السامة ريحتها قوية، إذا واحد يتقيأ أول ما ياكلها ماكو مشكلة، بس هسه فات وقت طويل وماكو حل غير نعتمد على هاي الأعشاب حتى نطلع السم. ليون سكت شوية وعيونه مليانة شك. بما أنك ماسية أنت منو؟ شلون تعرفين هالسوالف؟ ميكايلا انصدمت. صدق هاي زلة. بسرعة سوت روحها بريئة وقالت: إي والله مو غريبة، حتى اسمي ما أتذكره، بس أتذكر هاي النباتات. ليون مسأل أكثر وبس قال بهدوء: مو عيب الواحد يتذكر لكم شغلة. ميكايلا شالت السلة المليانة أعشاب وتفكر إنه بس يجي الوقت المناسب كل شي خسرتها راح تفجع بيديها، بس ترجع لها الذاكرة راح تعوف هالمكان نهائياً. ليون واقف وراها ويباوع عليها وهي تبتعد وظل ساكت في الدورة. بعد ما رجعت للمطبخ، ميكايلا قبل التهت بالشغل. من كانت ما تطلع للصيد قبل، مارثا كانت دائما تراقبها وهي تتعلم هالسوالف، وكانت تتمنى تعلمها كل مهاراتها. بالحالة الطبيعية هاي الأعشاب لازم تنطبخ وتتنشف، بس هسه الوضع طارئ ولازم يتصرفون قبل. فجأة طبت الخادمة وقفتها بصرت ناصي: إيلا، آسفة، ما كان لازم أشك بيج، ما توقعت أديلة تسوي هيج سالفة، وهسه حتى ما أقدر ألومها. ميكايلا هزت راسها: ماكو داعي تعتذرين، لو كنت بمكانك يجوز أشك بروحي همين، بس الحكاية اللي قالتها الخادمة بعدها خلت الجو يتكهرب بثواني. المصيبة كبيرة هسه، العزيمة راح تبدي والقصر أصلاً بينقص بالعمال، وهسه الخادمات كلهن تمرضن، فماكو حل غير يأجرون عمال مؤقتين من برا حتى يسدون النقص. يأجرون ناس جدد؟ ميكايلا وقفت فجأة. اللي حط السم ما كان قاصدها هي أبد، بس راد يمرض الخادمات كلهن حتى يسوي نقص بالعمال، والناس المرتشين يقدرون يفوتون للعزيمة براحتهم. الضربة القاضية الحقيقية راح تصير بهيج عزيمة. ليون ما مصدق. هذيك المرة طلعت هي الشاهدة الوحيدة. نبرة ليون كانت باردة. قالت إنها كانت بالحديقة وطبت بالغلط على اجتماع سري مال هذول الناس، حقهم الطرف الثاني مستميتين حتى يقتلوها، وبعد ما فشل الاغتيال ما ترددوا يقتلون الخادمة المرتشية حتى يسكتوها. روبرت يدري زين إنه هذول ما راح يستسلمون بسهولة، وأكيد راح يدزون قتلة لهنا. سموك، كل اللي لزمناهم مجرد زعانف. إذا هذيك المرة صدق شافت الراس الكبير، فالمعلومات اللي عدها تسوى وزنها ذهب. بس ليون حس أكو شي غلط. القصر متروس ناس، بس هي الوحيدة اللي شافت هالموقف. السالفة بيها إن أكيد هي ما كانت تحكي الصدق كله، وش قد ما كانت ضامة إسرار. إذا تتجرأ وتلعب بذيلها بهالموضوع فالعواقب ما راح تقدر تتحملها أبد، وإذا صدق تكذب فعاجلاً أم آجلاً راح يبين ذيل الثعلب. مرت كم يوم بلمح البصر، وبعد كم يوم من العلاج مبين الدواء قام يشتغل، السخونة نزلت والتقيؤ وقف. هسه أخيراً نقدر نتنفس براحة. أني فضولية شلون تعرفين هالسوالف؟ إذا عندك وقت تقدرين تعلميني وإحنا نسولف؟ ميكايل انصدمت اللحظة، وقعت بورطة. هسه هي مسوية روحها فاقدة الذاكرة، وإذا ظلت تلفت الانتباه هيج راح تنفضح عاجلاً أم آجلاً. الممر كان هدوء يخوف بنص الليل، وميكايلا دا تتحضر تطلع بهدوء. فجأة طلع صوت من الظلمة. وين رايحة بهالليل؟ الليدي ماكبث كانت واقفة بالظلمة وقالت إنها كانت انتظرتها هنا مخصوص. شكراً هاني سئيلة، لو ما متصرفة أنتي كان ولا واحدة من هالخادمات عاشت. الليدي ماكبث كانت تحكي من كل قلبها وما راح تنسى هالمعروف. معروف؟ ميكايلا تدري زين إنه بهيج قصر هالسوالف ما تاكل خبز، فجاوبتها بأدب. المهم قدرت أساعد. الليدي ماكبث اللي واقفة قدامها مو مجرد مرة طيبة وعادية، هي مديرة هالقصر ومعروفة بصرامتها.
حتى بنات العوائل الراقية المدللات ما حد بيهن تتجرأ ترفع عينها قدامها. إذا تقدر تكسب هيج شخص بصفها أكيد راح تكون سند قوي إلها. ميكائيلا حاولت تجس نبضها وقالت أريد أسأل عن العزيمة، بس الليدي ما انطتها مجال أبد ونبرتها كانت باردة مثل الثلج. أني سئيلة، مو شغلك تشيلين هم العزيمة. ميكائيلا سكتت قبل وما حكت ولا حرف بعد. مبين إذا تريد تطلع حكاية من حلق هالمديرة أصعب من صعدة السماء. ورجع الهدوء القاتل يسيطر على القصر بنص الليل. الآنسة إيلا، هاي الهوية الجديدة تثبتت وصارت رسمية. ميكائيلا بحياتها ما توقعت أن هذا الحادث راح يخليها تترقى وتصير شخصية محبوبة وقريبة من المدير، بس الصراحة هي أبد ما كانت فرحانة. الدوخة والفرة مال الأيام الفاتت وصلتها لآخر حد من التعب، والمصيبة الأكبر إنها اكتشفت سر يوكف الكلب. أكو ناس ناويين يغتالون الإمبراطور بالعزيمة مال العشاء، وبأي دولة بالعالم دائما أكو جهات تدور طلايب وتريد توقع على الراس الكبير. ناس تقول ده نحارب الظلم، وناس تدور سلطة وتكوش على الكرسي. بس منو العقل المدبر اللي دا يحرك الخيوط بالخفاء؟ واختاروه يسووها بالعزيمة اللي مسويها الأمير. أكيد أكو سبب وراء هالسالفة. بالنسبة لميكائيلا الوضع الحالي عبارة عن طريق مسدود، وما يهتم منو اللي راح يربح أو يخسر بالنهاية، لأن ما دام الاختيار راح يصير، هي كشخص مطلع على السر احتمال كبير ما تطلع منها عايشة. السالفة بعد مو سالفة إنجازات وبطولات، السالفة صارت تقدرين تعيشين وتشوفين شمس باكر لو لا. بهالإمبراطورية مصير الأرملة مكتوب عليه سعر. الثروة الكبيرة اللي يعوفها الزوج من يموت تخلي النبلاء يهدون عليها مثل الكلاب المسعورة، يا أما يتقاسمون الفلوس بيناتهم أو يجبروها العائلة المالكة على الزواج، وبالنهاية الفلوس راح تفوت بجيوب العائلة المالكة بكل الأحوال. وبالعكس إذا ميكائيلا أخذت الخطوة الأولى، العائلة المالكة وزوجها هم جي راح يستفادون، يعني الخلاصة وحدة، ما حد يقدر يموت حتى يعيش. ميكائيلا ظلت تتكلب بالفراش وما قدرت تنام، بالها مشغول ومخبوص بهالحسابات المعقدة. وبنص هالتفكير فجأة سمعت صوت خفيف برا الشباك. دارت وجهها بسرعة وجسمها كله جمد من الخوف. بنص الليل وبرا الشباك كان أكو رجال لابس عباية سودة واقف هناك. صرخة قوية فلشت هدوء الليل بلحظة. الفرسان كلبوا والقصر فوق حدر، والنتيجة حتى خيال حرامي ما لقوا. روبرت راح ركض يبلغ ليون وقال له الحديقة والبيت نظاف وماكو أي أثر. سأله تريدنا نوسع التفتيش؟ ليون أشر بإيده وقال عوفوها، مر وقت طويل وأكيد الشخص طفر واختفى من زمان. الصراحة هو أصلا ما كان مصدق أكو أحد غريب دخل. ميكائيلا اللي كانت خاتلة وراه انكسر واهسها حيل، قالت بقلبها مثل ما توقعت، هو أبد ما مصدقني. ما دامك ما مصدقني لعد ليش تحكي هالكلام الحلو وتواسيني؟ وإذا فكرت بيها زين، حتى لو صرخت لحد ما انشكت حنجرتي مستحيل الصوت يوصل للقصر الرئيسي. بس الفرسان ما ضيعوا ولا ثانية، اجوا يركضون قبل. معقولة أني مراقبة طول الوقت؟ بهاللحظة ليون صاحب برود، إيلا روحي لمي غراضك. ميكائيلا انصدمت وقاذك بتردد، تريد تطردني؟ ألم غراضي لوين؟ ليون جاوبها وبدون أي تعبير بوجهه، بصفتك شاهدة مهمة لازم نحميك، راح تنتقلين للقصر الرئيسي من هسه ورايح. سميها حماية، بس الحقيقة هي حتى يسكتها ويخليها قدام عينه. ميكائيلا جرت نفس وارتاحت، قالت أشوى ما راد يطردني. بس أول ما سمعت إنها راح تعزل يم ليون انقبض قلبها. هالمكان كل العيون عليه، وإذا صدق انتقلت هناك راح تصير السالفة أسوأ من الطردة. طق فيوزها وقالتها قبل وبدون تفكير أرفض. ليون صفن ثواني وقال شد قلتي؟ هنا ميكائيلا استوعبت المصيبة، رجعت لي عادتي القديمة مال العناد ويا ستانلي. يا معودة هذا القصر مو مكان تتعنترين به. بسرعة غيرت نبرتها وقالت أرجوك اعذرني سموك، مو هذا قصدي يجوز أني توهمت قبل شوية. ليون ظل يباوع بعينها وقال توهمتي؟ ميكائيلا استرجعت شجاعتها وركعتها عذر. إيه من أفكر بيها هسه، الخيال الأسود بالحديقة كان مغوش، يجوز بس خيال شجرة وماكو أي أحد غريب أصلا، فصدق ماكو داعي أتعب سموك حتى تحميني. سويت حوسة بنص الليل وأني كلش أعتذر، وحتى لو تعاقبني أني قابلة. ليون ظل يباوع عليها فترة وبنبرة هادية تخلي الواحد يرجف من البرد قال فهمت، الوقت متأخر، روحي رجعي. ميكائيلا ما استرجعت تبقى دقيقة اللخ، دارت وجهها وطبت للبيت. صح قعدتي ويا هالناس تخلي جمع المعلومات أسهل، بس الخطر إن هويتي تنكشف دي يزيد همين. لازم أكون حذرة أكثر بالأيام الجاية. تخيلوا لو ليون عرف هويتي الحقيقية، أخاف يقتلني قبل ويشمرني بمكان مقطوع ويخليني أواجه مصيري وحدي. هاي الخطوة كلش خطرة. ميكائيلا تعرف زين، ما دام قدر يقتل هذيك الخادمة أكيد الهدف الجاي راح يكون أني. أكيد راح يستعجل قبل لا تبدي الحفلة ويحاول يخلص مني. ما أقدر أبقى قاعدة وأنتظر الموت، لازم أسوي شيء. وبدي خذ ثانية من القصر. قال الخادم سموك الرسالة وصلت. ليون جاوبها بدون ما يرفع راسه، حطها على الميز هسه بعدين أشوفها.
الخادم انسحب باحترام وبقت بس كومة الرسائل الثخينة محطوطة بهدوء على الميز. ليون كان واقف يم الشباك وبكل برود صح الخادم اللي بصفه وسأله: جيريمي، شلون تشوف وضعها بساحة التدريب؟ جيريمي راقب الوضع زين وجاوب بشوية تردد. من وقفتها هاي جنها تدور على شيء. ميكايلا بهالوقت كانت تتباوع على سطرة الأسلحة الحادة ومبين تخطط لشيء. كل ما جيريمي ركز بيها أكثر حس أكو شيء غلط، ونبرة صوته تغيرت وصارت غريبة. سموك؟ ليش تحسها ما تدور على شيء؟ بلدة بوك شيء. ميكايلا أخيرا نجحت. صح القوس والسهم أأمن، بس بهالوضع الحالي مو سهل الواحد يحصل خنجر، لأن السلاح اللي أخذته من الخادمة ذيك المرة صادرها ليون. هسه صار عندي سلاح، وأخيرا حسيت بشوية راحة. بس هي ما كانت منتبهة أصلا إن كل حركة تسويها كانت تحت أنظار غيرها. ليون سأل بكل برود: شو تتوقع تريد تسوي؟ جيريمي هز راسه وقال: إذا نيتها تقتل أحد فحركاتها بها كومة أغلاط، جنها واحدة غشيمة وما عندها خبرة. ليون سكت ثواني ونبرته صارت كلش جدية: جيريمي، من اليوم ورايح مهمتك تخلي عينك عليها، ومهما يصير لا تخليها تغيب عن عينك أبد. وبمناسبة التحضيرات لعزيمة جلالة الإمبراطور، القصر كله صار هوسة ومقلوب قلاب. الطباخ كان يصرخ مثل المخبل بالقاعة: بس سووا اللي أكلكم عليه، حتى هاي الريحة ما قدرت أخلص منها. كلكم عبارة عن زبالة ما منكم فايدة. إذا ما قدرتوا ترضون هالسيد النحس ولا واحد بيكم راح يشم مكافأة هالشهر. رئيس الخدم ركد الميز بإيده وتفاله كام يطفر بكل مكان، لدرجة الكل خنسوا ونزلوا رؤوسهم من الخوف. وبنص هالبسطة والصياح وما حد يسترجي يرفع عينه، إجت الليدي ماكبث ونصحته بالهدوء: سيد طباخ، هدي أعصابك بالبداية، راح تصير مشكلة كبيرة إذا بقيت معصب هسه. مهما جان جلالته متقلب ما راح يقتل أحد بس لأن طعم اللحم مو طيب، مو صحيح؟ وبوقت ماكو أحد، ميكايلا كانت خاتلة بالزاوية تعوض نومتها، بس السوالف والنميمة اللي جاية من الممر خلتها غصبا عنها تفتح عينها. خادمتين كانن يتشاورن بيناتهن. سمعت الآنسة أنجليكا هم راح تجي هالمرة، يقولون سمو ولي العهد كلش طاير بيها. وتدرين منصب ولي العهد صار لفترة طويلة فارغ، والكل ميتين يريدون يشوفون من معي أنجليكا. حتى الملكة الأم مبين عندها تحركات. ميكايلا تمطت وسمعت هالحكي كلمة بكلمة. أنجليكا؟ هالاسم كلش غريب عليها، وماكو هيك شخص بذاكرتها هلدا. الظاهر بهالوضع طلع خصم جديد ما جان بالحسبان. من يوم اللي انضمت بيه إمارة الشمال لإمبراطورية أفيلا، أني وأخوي انجبرنا نتعلم تاريخ الإمبراطورية من وإحنا صغار، وبالقائمة اللي حافظتها ماكو اسم أنجليكا، وهذا يدل على أن خلفية عائلتها مو ذيك الأهمية. خادمة جديدة تعينت وخربت الشغل مرتين. صبري إلى حدود. أعتذر، ما راح تنعاد مرة ثانية. نبرة الرجال كانت باردة: نظف طريقك من كل العوائق وكمل حسب الخطة. إذا فشلت هالمرة حتى أنت راح تتصفى. الرجال اللابس أسود سكت ثواني وهز راسه ببطء: أوامرك سيدي. وصوت عجلات العرباين، الحفلة المصيرية أخيرا بدت. حسب قوانين العائلة المالكة القديمة هيج حفلات تطول على الأقل شهر، بس هالمرة ليون أنطى أمر قاطع: الحفلة 3 أيام وبس. ميكايلا ختلت بالظلمة وعنها تراقب كل واحد يفوت للقاعة، سواء كان نبيل لابس ذهب وفضة أو سايق العربانة أو حتى الخادم اللي يصب الجاي. فحصتهم واحد واحد. بس الغريب بالموضوع إن القاتل اللي المفروض يبين ما له أي أثر. كلب ميكايلا كان يدك سريع. معقول الطرف الثاني غير رأيه فجأة ولغى الخطة؟ لو أكو ملعوب أنكزدة تستناها. على العموم ما دام هي الشاهدة الوحيدة وبعدها عايشة، ذول الناس مستحيل يعوفوها بحالها. وما دام ما قدرت تلكف الهدف بنص الهوسة لعد ما نقدر نبقى قاعدين وننتظر هيج. قاحة الحفلة كانت مليانة بصوت طقطقة الكاسات، والنبلاء من يلتمون ما يسكتون من السوالف. الكل كان مستغرب. ولي العهد اللي بالعالم يكره الطلعات والمجاملات شعجب هالمرة تغير وطلع بنفسه يستقبل المعازيم. وأكو حكي يقول إن حتى جلالة الإمبراطور راح يحضر بنفس اليوم. الظاهر رجعت ولي العهد للعاصمة هالمرة، معناها إجا الوقت حتى يرجع لمركز السلطة رسمياً. وبنص هاي الهوسة والضجة ميكايلا انسحبت بهدوء وكامت تمشي وحدها بممر فارغ. أنجليكا لينوكس؟ الخادمة تفاجأت شوية وسألتها بصوت ناصي: شلون عرفتي هالاسم؟ مو قلت لك ذيك المرة سمو هالفترة وقع بحب بنية؟ ميكايلا جاوبتها ببرود: بس أني سمعت إن سمو ولي العهد أكثر شيء يكرهه هو النسوان. الخادمة جرت حسرة وهزت راسها: هو هيك يقول، بس ما يقدر يبقى عزابي طول عمره. تاليها الزواج والخلفة هي مسؤولية العائلة المالكة. مسؤولية العائلة المالكة؟ ميكايلا ضحكت باستهزاء بداخلها وبدأت ترتب المعلومات اللي سمعتها هسه براسها على السريع. البنية الثانية للكاونت أنجليكا لينوكس ما بينت بالمجتمع المخملي قبل العام الفات، وليون صار له سنين قاعد على الحدود، يعني ما كانت أكو أي فرصة يتشافوا بيها.
الاحتمال الوحيد هو من أنجليكا دخلت للقصر هالسنة وهناك وقعت عينهم على بعض. يقولون هاي البنية حلوة جنها ملاك وهسه هي متصدرة القعدات كلها، وما دام إلها علاقة بولي العهد الكل راح يخلي عينه عليها. نظرة ميكايلا صارت بيها قسوة. إذا كانت السالفة هيج الأمور راح تصير أسهل ويجوز المشكلة تنحل أسرع من ما توقعت. بس قبل كل هذا لازم تلقى طريقة تخلص بيها بالبداية من القاتل اللي يقدر ينهي حياتها بأي لحظة، لأن بالنهاية بس إذا بقت عايشة راح تقدر توقف على حيلها من جديد. وبس رادت ميكايلا تروح فاتت من يمها خادمة كبيرة بالعمر شايلة سلة، وبنفس اللحظة اللي عبروا بيها وحدة من يم اللخ ميكايلا وقفت فجأة. أكو شي غلط، السالفة بيها إن متأكدة هاي أول مرة بحياتها تشوف هذاك الوجه. ميكايلا ظلت تباوع على ظهرها، أكيد أكو شي مريب بهالسالفة. رادت تتوقف الخادمة وتسألها وتفتهم منها، بس صار شي ما كان على البال قبل لا تفتح حلقها. هبت هوا باردة ضربت بظهرها، وقبل لا تلحق تستوعب اجتها ضربة قوية على بطنها. منو هذا الأعمى اللي ما يشوف؟ وشلون يتجرأ يسد طريقها بعز النهار؟ ركزت زين وطلعت السالفة طفل زعطوط بعد ما طالع لشوارب. هالولد لابس هدوم كلش كشخة وراقية، بس الحكي اللي يطلع من حلقه ما ينجرع أبداً. مو بس مراد يوخر من طريقها، لا، كان يقلب السالفة عليها ويتبلى ويذب الصوج على ميكايلا لأنها ضربت راسه، وحتى سألها بشوفة نفس: تردين تموتين؟ ميكايلا مو متعودة على هيج نماذج تعبانة. لزمت الولد ونبرة فوتها صارت ثلج. جرب تعيد الحكي اللي قلته هسه. ميكايلا باوعته بعينه وكانت له حرف بحرف: من تسوي شي غلط أول شي لازم تتعلم هو تعتذر. هسه اجا دور السيد الصغير حتى ينصدم. كام يصرح ويصيح: شلون تتجرئين تلزميني وانتي مجرد خادمة حقيرة؟ ميكايلا باوعت على هدومه، صح مبينة وسخة هسه بس القماش أصلي وغالي. الظاهر هذا ابن واحد من النبلاء جايب جهالة للحفلة ودار وجهه ونساهم. هالولد مو بس ما متربي، لا، ولسانه زفر من يغلط. طالعة نازلة يقولها الساحرة البشعة. ميكايلا رادت تطق من الضحك، قالت بداخلها: صدق ما أدري منو أهله وشلون قدروا يربون هيك تحفة. لزمت الولد حيل وبنبرة ما تقبل نقاش قالت له: ما دام ما تقول آسف ما حدا حيتحرك من مكانه اليوم. الولد مبين متعود على الدلال والعنطزة، كام يصرخ بعلو صوته مثل المخبل وما يعجبه ينزل راسه. ميكايلا بعد ما تحملت، عروق راسها قامت تنبض من العصبية. رادت تشيله وتشمره برا. ما دام ضيعت الخادمة من وراه ليش ما أربي أهله بالبضاية؟ وبنص هالمعاندة بيناتهم فجأة اجى صوت من وراهم: أعتذر على الإزعاج. وبهاللحظة مرة شعرها أبيض ولابسة هدوم تخبل اجت تركض. سألت بخجل واعتذار: أخوي رجع سوى مصيبة اللخ؟ ميكايلا صفنت ثواني: هذا الزعطوط الما متربي عنده أخت هيج ناسكة ومرتبة؟ المرة وضحت له: هالولد بس طب من الباب اختفى والعائلة كلها تدور عليه بكل مكان. ميكايلا طبعها دائما حنينة وسهلة، وما دام أهله طلعوا واعتذروا ما رادت تكبر السالفة بعد. هددتها من إيدها وحذرتها بعصبية: لخاطر أختك راح أعوفك اليوم، لو أمك تشوف سوالفك هاي شكد راح تنقهر. بس منو جاني يتوقع أن هالولد ما يغزر بيه المعروف؟ ظل يصر بميكايلا وعيونه مليانة حقد. وبنفس اللحظة اللي دارت بيها ميكايلا وجهها طفر فجأة وضربها دفرة قوية على رجلها. هالدفرة كانت كلش قوية، الوجع خلاها تفقد توازنها وتوقع. وقبل لا أحد يلحق يستوعب الصار، هالولد سوى نفسه يتأسف وهو يصرخ وركض بنص الهوسة بدون ما يباوع ورا. ميكايلا وقفت بمكانها تباوع على الدرب اللي انهزم منها الزعطوط. قالت بداخلها: هالحساب تسجل يمي، والمرة الجاية من ألمحة ما راح يحصل مني خير. بس هسه الأهم هي ذيك الخادمة. ميكايلا حاسة أكو شي مو طبيعي وقلبها أبد ما مرتاح. لازم ألقاها بسرعة حتى أتأكد. وبهالأثناء عين ميكايلا إحاد على قاعة الحفلة اللي مو بعيدة عنها. يضحك الموضوع، صح أني عشت فترة طويلة شايلة لقب أميرة، بس ولا مرة بحياتي حضرت هيج حفلة فخمة. وما دام وصلنا لهنا ليش ما أروح أضرب لي فرة وأشوف؟ أريد أعرف هذا اللي يسموه المجتمع الراقي شلون صاير. ميكايلا دفعت الباب على كيف وصافنا بجمال المكان. فجأة جاء صوت خادمة من وراها تسألها ليش تتسكع هناك والمطبخ مقلوب قلاب من الشغل. ميكايلا جاوبتها بتردد وقالت لها: بس كاني فضول أشوف قاعة الحفلة. الخادمة ما فكرت هواية وسحبتها وياها. قالت لها: بكل الأحوال الحفلة راح تبدي وكل الخادمات لازم يفوتون يقدمون الأكل وراح تصير لك كومة فرص تشوفين القاعة. الخادمة قامت تستعجلها وهي تمشي
وتقول لها إذا لزمنا واحد من المسؤولين أكيد رح ناكل رزالة معدلة. بقاعة الحفلة بهالوقت النبلاء ملتمين مجاميع. ليون كان يباوع على المنظر قدامه وبنبرته أكو شوية استهزاء. نيكولاس تقدم لي قدام. عاش من شافك، هالحفلة كانت كلش هادية وملمومة، ماكو داعي لهالفيكات والمظاهر الكذابة. كل اللي نعزموا اليوم ناس ثقال ومهمين. بس قل لي، على شنو كنت تتباوع حسه؟ مبين كنت صافن ومنسجم. ليون دنج عينه ثواني وكال ماكو شي، مجرد أباوع على الأجواء. نيكولاس ما ألح بالسؤال، بس النظرة مالته كانت تفضح ومبين قاري السالفة كلها. ليون، بعدني ما عرفتك رسمياً. أقدم لك الآنسة ريجينا بنت عائلة ميديتشي. خلفية هالآنسة اللي طلعت هسه مو عادية أبداً. هي من عائلة ميديتشي اللي فلوسهم ما تاكل هالنيران. يقولون ثروة عائلتهم تقدر تشتري دولة كاملة بلمحة بصر. وحدة بهالمكانة شلون تقبل تورط نفسها بطلايب العائلة المالكة؟ إذا مشت الأمور تمام، منصب المحظية الإمبراطورية الجاية راح يكون من نصيبها. ليون كان يعرف هالشي زين، وما دام الخطة ماشية عدل الأمور كلها راح تستقر. ريجينا انحنت بكل رقة وناسكة. الأمير ليون اللي الشرف أحضر هالحفلة. لا تشيل هم. فجأة صارت هوسة وضجة بين الحضور. نيكولاس باوع على الباب وكال آها، كنت أتساءل منو الأجة، وطلعت هي المرة اللي شاغلة الناس هالفترة. دائما البطل يطب الأخير. هاي هي اللي يحجون بيها، الآنسة أنجليكا لينوكس، ومثل ما يقولون صدق حلوة وتخبل شنها ملاك. أول ما كالها الحجايتين، ريجينا اللي واقفة بصفها ما قدرت تسكت. جلالتك، عيب ينحكي هيج كلام بهيج موقف. بهالوقت المطبخ كان مقلوب بسبب السوالف والنميمة عن الحفلة. الخادمات ملتمات ومخبوصات يحجن بالآنسة أنجليكا. ميكايلا خاتلة بالزاوية وما حكت ولا حرف. يقولون هاي البنية طلعت حورية من الجنة، ولو صدق تتزوج الأمير راح يصيرون لايكين البعض صدق. وخصوصاً من رقصة وسوية قبل شوية، كانوا مثل اللوحة الفنية اللي تذوب القلب. ميكايلا كان بالها مشغول وهي واقفة ورا بالمطبخ، وما انتبهت إيدها طخت بالجدر الحار. الخادمة من الخوف اجت تركض، قامت تدردم وهي تفحص إيدها. شبيك اليوم؟ شلون تخلين إيدك على شي هيج حار؟ ميكايلا دنجت راسها وجاوبت بصوت ناصي، والله هالفترة ما دنام زين ومو مرتاحة. الخادمة جرت حسرة ورادت تسألها بعد، بس اجى صوت بارد من وراهم. الآنسة إيلا، الليدي ماكبث قالت بجمود اليوم المناسبة كلش مهمة وممنوع أي غلط. ظلت تخزر بميكايلا بنظر تخوف وصوت ما بي أي رحمة. قبل لا تسوين مشاكل أكثر وطلعين منه حسة، هذا أمر. ميكايلا ما قدرت غير تهز راسها وتوافق. دارت وجهها ورادت تروح، بس بهاللحظة كانها تذكرت شي فجأة. وقفت الليدي ماكبث اللي كانت تمشي، وبصوت مبين عليه مستعجلة قالت له، لحظة سيدة، القصر عين ناس جدد هالفترة حتى لو كانوا مؤقتين. الليدي ماكبث باوعت لها برود ونفت السالفة قبل وسألتها بشنو بدها تشكين؟ ميكايلا بسرعة دنجت راسها، خفت القلق اللي بعيونها وطلعت عذر من جو الكاع. قالت لها مجرد سؤال عابر. بهالوقت بنص ساحة الرقص المضوية، أنجليكا كانت لازمة إيد ليون وتهمس له بكلمات المجاملة الحلوة وتشكره لأن اختارتها تكون شريكته بأول رقصة. هاي كانت المفروض تكون أحلى لحظة بحياتها. ليون باوع لها بدون أي تعبير بوجهها، وهي جمدت بمكانها وتغيرت نبرة صوتها وكانت بخوف. سموك، شبيك؟ سويت شي غلط آني؟ ليون حتى ما باوع ورا، بس دبلها حجاية ببرود. تفكيرك زايد. وقبل لا تلحق تستوعب دار وجهها وعافها ومشى، وما بقى بس اعتذار ناشف والطرف الثاني واقف بمكانه. ميكايلا كانت تمشي وحدها بالممر المظلم. صح انطردت بالاسم، بس هي تدري زين إن هاي فرصة من ذهب. القاعة كانت مقلوبة ومخبوصة بعزيمة العشاء، بس هالنص الثاني من الممر كان هدوء لدرجة حتى خيال ماكو بيه. وهذا بالضبط اللي تريده. ما دام ما حد يراقب، اجى الوقت حتى تنكشف الحقيقة المضمومة بالظلمة. وما دام ما تقدر تلزم خيط الخصم، لا عاد خلي تستخدم نفسها كطعم وتطلع كل اللي ختالين ورا الكواليس. هي تدري زين إن هاي خطة بيها موت حتمي، بس إذا ما غامرت هيج مغامرة، الحقيقة الختلة بالظلمة عمرها ما راح تشوف النور. وبس رادت تتحرك وتنفذ خطتها، فجأة لمحت بطرف عينها شخص مألوف، رجال واقف بالبلكانة، جو ضوء الكمر الهادي. ليون